كانت ملابسنا بالية وباهتة، لكن النساء خلفي كنفاتنات بكل معنى الكلمة. سو تشينغو بقلادة اللؤلؤ الخاصة بها ومشيتها الرشيقة. تشين روشي الفتاة الطويلة والرياضية تحمل سيوفا بتعبير وجه بارد كالثلج. وزوجة أخي الخامس الصغيرة تتشبث بأقمشتها الحريرية وعيناها تتنقلان بفضول كأرنب صغير. أي واحدة منهن كانت كفيلة بإيقاف حركة المرور بالكامل. ووجود التسعة معا كان أشبه بقنبلة موقوتة. النادل كان لا يزال يحدق عندما مشيت نحوه. سألته إن كان سيجلسنا أم سيبقى واقفا هناك ببلادة. عاد إلى الواقع وبدأ يرحب بنا، وقبل أن يكمل كلامه أسقطت سبيكة فضية بقيمة 5 عملات بيده. كادت عيناه أن تجحظا. 5 عملات كانت تكفي لتعيش عائلة عادية لعام كامل. تحولت ابتسامته المزيفة فورا إلى أكثر ابتسامة صادقة ومتحمسة رأيتها على الإطلاق. انحنى إلى النصف تقريبا وهو يخبرني باحترام أن أتبعه لغرفة كبار الشخصيات. قادنا إلى الطابق العلوي ومسح الطاولة 3 مرات، واستبدل جميع الأطباق والأكواب بأخرى جديدة تماما، وحام حولنا بخضوع شديد وكأننا عائلة ملكية. وقفت زوجات إخوتي بإحراج شديد بجوار كراسيهن، غير متأكدات مما يجب فعله بأيديهن. لم يعدن معتادات على الأماكن الراقية إطلاقا. لقد محت سنوات من المشقة ثقتهن بأنفسهن إلى جانب ملابسهن الفاخرة، وهذا بالضبط هو السبب وراء قيامي بكل هذا. كن بحاجة لتذكر من يكن، لسن متسولات أو لاجئات، بل نساء كن يتنقلن ذات يوم في أفضل أوساط العاصمة. أحيانا يجب عليك القيام بشيء ضخم لانتشال الناس من روتينهم البائس. طلبت من الجميع الجلوس، وسألتهن عن سبب وقوفهن هكذا. ابتسمت سو تشينغو بلطف ووجهت الأخريات إلى مقاعدهن. جلسنا بوضعية مثالية، متصلبات ورسميات، ولا يزلن يشعرن بعدم الارتياح حقا. عندما عاد النادل وهو يحمل قائمة الطعام وبدأ في سرد الأطباق الخاصة، قاطعته بحزم وثقة. أخبرته ألا يزعج نفسه بقراءتها. أخرجت 5 سبائك فضية أخرى وسطفتها على الطاولة أمامه. 50 عملة في المجموع، مرتبة ولامعة للغاية. أمرته بأن يحضر لي طبقا من كل شيء لديهم. توقف النادل عن التنفس وساقاه ترتجفان. أمسك بالفضة وركض نحو المطبخ بأقصى سرعة، وكأن حياته بأكملها تعتمد على ذلك الركض. كان رواد المطعم الآخرون يمدون أعناقهم للنظر إلى غرفتنا بفضول. بدأت الهمسات تتردد على الفور حول من نكون. يتساءلون من هذا الفتى الذي يرمي أمواله بهذا الشكل. يرتدي ملابس بسيطة للغاية ولكنه ينفق مثل أمير. لابد أنه تنين خفي من نوع ما. ويسألون إن رأى أحدهم النساء ال9 برفقته، كل واحدة منهن فاتنة الجمال. يشتكون من أن الحياة غير عادلة حقا. تجاهلت كل هذا الهراء. كل ما كان يهمني هو النساء على طاولتي. قلت لهن: أيتها السيدات، نحن ملوك اليوم، كل ما يحلو لكن وبالطريقة التي تعجبكن. لا تترددن في شيء. جاء الطعام على دفعات: خنزير مشوي ذهبي، وحساء قفز بوذ الغني والساخن، وسمك مطهو على البخار، وعشرات الأطباق التي لا أعرفها. اختفت الطاولة بأكملها تماما تحت جبال من الطعام الفاخر. في البداية أكل كالسيدات الراقيات، لقم صغيرة وحركات حذرة، لكن ببطء تخلين عن تحفظهن. تشين روشي كانت أول من انهار دفاعها. مزقت قطعة كاملة من لحم الخنزير المطهو وبدأت تلتهمها بكلتا يديها، وشفتيها الحمراوين تلمعان بالزيت بوضوح. بطريقة ما جعلت الأمر يبدو رائعا بدلا من كونه فوضويا. وجدت زوجة أخي الخامس طبقا من كعك الأوسمانثوس الحلو، واحتضنته في صدرها وحشت خديها حتى بدت مثل هامستر صغير ورائع. حافظت سو تشينغو على أناقتها المعتادة، لكن عيدان تناول الطعام خاصتها كانت تتحرك أسرع من المعتاد. مراقبة صدرها وهو يعلو ويهبط مع أنفاسها المتحمسة جعل من الصعب علي التركيز على طعامي الخاص. كان هذا بالضبط ما خططت له. أطعمتهن جيدا ودللتهن بلا حدود لتعود تلك الثقة القديمة ببطء. يقولون إن الفتيات يربين في العز، وهذا المبدأ ينطبق هنا تماما لضمان ولائهن. في الخارج كان الزبائن الآخرون يكادون يكسرون عيدان طعامهم إلى نصفين من شدة الغيرة السخيفة. 9 نساء جميلات يأكلن ويضحكن ويشرقن بسعادة غامرة، وأنا أجلس في وسطهن أراقب كل شيء. واصلنا الأكل حتى الظهيرة، طبق يفرغ وآخر يمتلئ بلا توقف. في النهاية أشرقت وجوه جميع زوجات إخوتي بتلك السعادة الواضحة، ذلك النوع من الرضا الذي لا يظهر إلا بعد تناول وجبة دسمة لأول مرة منذ فترة طويلة جدا.
تجشأت ومسحت فمي ببطء، ثم سألت النادل عن مكان موثوق لشراء منزل. المسكين كاد يسقط على وجهه. في البداية أفرغت مطبخه بالكامل، والآن أطالبه بعقارات فخمة. أشار لي فورا نحو أكبر وكالة عقارية في المدينة بأكملها. مكان يدعى وكالة التجارة العالمية في الجانب الشرقي من المدينة، وعرض أن يرشدنا بنفسه إلى هناك. رميت له سبيكة فضية أخرى كإكرامية سخية لضمان صمته. في الطريق شدت زوجة أخي الخامس كمي بقلق واضح، وسألتني هل سنشتري حقا منزلا كبيرا، وكم سيكلفنا هذا الأمر؟ قرصت خدها الممتلئ وضحكت بصوت عال. المال خلق لينفق، علاوة على ذلك نحن بحاجة لمساحة كبيرة بهذا العدد. رفعت تشين روشو حاجبها متسائلة باستنكار. عما إذا كنت سأمنح كل واحدة منهن غرفة مستقلة. ابتسمت بمكر. غرفة لكل واحدة، بالإضافة إلى غرفة ضخمة لنلعب فيها الورق معا في الليل. تشين روشوا لم تفهم قصدي، لكن سو تشينغوا التقطت المعنى الخفي فورا. أحمر وجهها بشدة، رمقتني بنظرة حادة، نظرة تكاد تقتلني في مكاني. سحبتها بقوة نحوي وقبلتها فورا في وسط الشارع. كانت الوكالة العقارية مذهلة حقا بأبوابها الحمراء المطلية الكبيرة وحروفها الذهبية البارزة على اللافتة. كان المالك رجلا خبيثا في منتصف العمر يدعى تشين وانكاي، بلحية صغيرة ورداء حريري فاخر. ألقى نظرة سريعة على ملابسي العادية وصنفني فورا في عقله كأحمق ساذج ومحظوظ عثر بالصدفة على بعض المال، وتستنزفه 9 نساء طمعات حتى آخر فلس. ظن أنه سيستغلني. رسم ابتسامة متعالية على وجهه، وسألني إن كنت أبحث عن شيء صغير وفناء بسيط يناسب أسرتي المفعمة بالحيوية. لم أكن في مزاج يسمح لي بالجدال مع متكبر سخيف مثله، لذلك قررت أن أريه الحقيقة وأكسر غروره. بصوت رنين ظهرت عدة سبائك ذهبية لامعة على المنضدة من العدم. ضرب النور الذهبي وجهه فتوقف عقله تماما عن العمل. التقط واحدة بيدين ترتجفان وعضها ليختبرها. حقيقية تماما ومذهلة. امتلأت عيناه ببريق من الجشع الأعمى. بدأ يميل بجسده نحو السبائك الذهبية وكأنه على وشك تقبيلها. لوحت بيدي بهدوء وجعلتها تختفي جميعها في لمح البصر. كانت شفتاه لا تزالان مزمومتين عندما أدرك اختفاء الذهب. نظرة الصدمة على وجهه كانت لا تقدر بثمن. كاد يصاب بنوبة قلبية من هول المفاجأة. هل ترون كيف تتغير المعاملة بلحظة؟ نظروا إلي وتغير كل شيء. لم أعد طفلا مفلسا، بل إلها يظهر الذهب ويخفيه كما يشاء. أيها السيد، الضيف المكرم الخالد ركض حول المنضدة بسرعة جنونية حتى كاد يتعثر ويسقط أرضا. أرجوك تفضل من هنا، غرفة كبار الشخصيات، كل ما تطلبه موجود لدينا. صرخ بأعلى صوته على موظفيه ليحضروا فورا خبيئته الشخصية من الشاي الفاخر المخمر بماء الينابيع الجبلية النقية. حمل الأكواب بنفسه إلى غرفتنا الخاصة التي تفوح منها رائحة بخور خشب الصندل الباهظ، وسألني عن نوع العقار الذي أبحث عنه. لم أجبه فورا. تعمدت أخذ وقتي في ارتشاف الشاي وإزالة الرغوة ببطء عن السطح، تارك الصمت يمتد ليوتر أعصابه. كل ثانية من الصمت كانت تجعله يتصبب عرقا. هذا تماما ما تستحقه لاحتقارك لنا في البداية. وأخيرا وضعت الكوب على الطاولة وأمرته بعرض أكبر وأفضل العقارات التي يمتلكها. كاد يكسر عموده الفقري من شدة الانحناء لي. فتح صندوقا خشبيا صغيرا وأخرج عدة خرائط مرسومة يدويا لعقارات فاخرة تظهر تفاصيلها المذهلة من الأعلى. أشار إلى العقار الأول وكان لعابه يسيل حرفيا وهو يصفه لي. هذا هو السكن احتضان القمر. مساحته تتجاوز 30 فدانا ب5 أفنية. الفناء الأمامي ضخم لدرجة تسمح بركوب الخيل فيه. في الخلف حديقة مائية حية تضم أجنحة وصخورا وبركا. المالك السابق كان حاكم مقاطعة من السلالة الحاكمة السابقة. طاقة المكان هي الأفضل في مدينة الرياح السوداء بأكملها. اختلس النظر إلي ليختبر رد فعلي، لكنني حافظت على تعابير وجهي باردة. لذا ألقى بورقته الرابحة وذكر أنه يحتوي على ينبوع ساخن خاص مثالي جدا لي ولزوجاتي للاسترخاء معا وتقوية الروابط العائلية. ينبوع ساخن خاص وكبير، مساحة تكفي للعائلة بأكملها. ضربت بيدي بقوة على الطاولة. سآخذ هذا العقار. ضربت الطاولة وكدت أقفز من مكاني بحماس مفرط عندما سمعت بوجود الينبوع الساخن. لكن قرصة قوية ومؤلمة على ذراعي و9 نظرات جليدية غاضبة من خلفي أعادتني فورا إلى الواقع. التقطت كوب الشاي بهدوء وطلبت منه رؤية الخيارات الأخرى.
العقار الثاني كان فيلا لعالم سابق تسمى جناح الاستماع للمطر مع بساتين خيزران وبركة لوتس، مكان مثالي لكتابة الشعر وتنمية الأذواق الرفيعة. أنا لا أجيد كتابة سطر واحد فتجاوزته. العقار الثالث كان قصر زعيم المدينة القديم، حواف ذهبية خالصة، خشب نامو في كل مكان، أرضيات يشم أبيض مبهرج وبلا ذوق. همست سو تشينغ وا بأن المكان يبدو مبهرجا جدا، وهذا ما دمر فرصته. بدأ الوكيل تشين وينكاي يتصبب عرقا بوضوح. أفضل 3 عقارات لديه وقد رفضتها جميعا. هنا تكتمل المصيدة. أنهيت شاي بصمة تام ووضعت الكوب محدثا رنينا متعمدا لزيادة توتره، ثم وقفت مستعدا للمغادرة. أصيب بالذعر فورا. قفز حرفيا أمام الباب وفرد ذراعيه على وسعهما ليغلق طريق خروجنا تماما. سيدي، لدي خيار أخير، كنزي السري الحقيقي. هكذا قال قبل أن يتجه نحو لوحة على الحائط. تحسس أسفلها وفتح درجا مخفيا بمهارة. سحب من الداخل صندوقا خشبيا أسود مزينا بقطع نحاسية قديمة، وكان يعامله بحذر شديد وكأنه أثر مقدس. المفاجأة أن الصندوق لم يحوي مجرد خريطة، بل كانت لفافة مرسومة بالكامل. فردها ببطء لتكشف عن عقار ضخم، ثم أوضح لي بفخر أن هذا هو قصر الحامية الشمالية، المقر السابق للجنرال الأكبر. 80 فدانا، عشرات الساحات، وأكثر من 100 غرفة، مساحة شاسعة تكفي للزواج ب50 امرأة أخرى، وستبقى أماكن فارغة. أما الجزء الخلفي فيضم ساحة تدريب عسكرية متكاملة مع رفوف للأسلحة ومضمار للخيول وأهداف دقيقة للرماية. لمعت عيناي. 100 غرفة، هذا هو المقر المثالي لخططي السرية. لكن المفاجأة الحقيقية بالنسبة لي كانت رد فعل تشين روشا. بمجرد أن سمعت بساحة التدريب توقفت عن التنفس تماما. أمسكت بذراعي دون تفكير، وعيناها تلمعان كطفلة صغيرة. فجأة رن النظام معلنا زيادة تقارب تشين روشا بنقطة واحدة. مهلا. بمجرد الإمساك بذراعي صرخت بحماس أن هناك ساحة تدريب وأن بإمكاني ممارسة الفنون القتالية هناك. لكنها تداركت نفسها في منتصف الحديث. أدركت أنها تفكر في نفسها، فاحمرت خجلا وحاولت جعل الأمر يبدو وكأنه من أجلي. في تلك اللحظة لاحظت أن يدها لا تزال على ذراعي. وضعت يدي فوق يدها وضغطت عليها بلطف شديد. ناعمة ولكنها قوية، يد مقاتلة حقيقية. تقارب تشين روشا يرتفع نقطتين من مجرد الإمساك بيدها. عندما قبلت سوت تشينوا زاد التقييم بنقطة واحدة فقط. ما هو سر تشين روشا بالضبط؟ واصلت مسح يدها بلطف لاستكشاف هذا التفاعل، وزاد التقارب بنقطة أخرى. ثم أدركت فجأة ما يحدث، فسحبت يدها كمن لمست الجمر، وأدارت رأسها بسرعة لدرجة أن تسريحة شعرها تطايرت في الهواء. كانت أذناها حمراوين بالكامل، وبشكل مفاجئ تظاهرت بقية زوجات إخوتي بالانشغال التام بأكواب الشاي وتأملوا سقف الغرفة، لكن لم تستطع أي منهن إخفاء ابتساماتهن الماكرة أبدا. زوجة أخي الثانية الباردة تتصرف كتلميذة خجولة، لم تتوقع ذلك، أليس كذلك؟ أما شيان وانكاي فلم يهتم بدرامان العاطفية إطلاقا. كان يراقب تعابير وجهي وهي تتبدل من الحماس إلى الحيرة ثم إلى البرود التام، مرتعبا من فكرة ضياع الصفقة. تركته يغلي في قلقه لفترة. طلبت المزيد من الشاي وارتشفت منه ببطء شديد مرتين. بدا وكأنه يقلع حيا من التوتر. أخيرا انهار وسألني باستماتة عن رأيي في قصر الحامية الشمالية. هل ينال إعجابك؟ هكذا سأل. وضعت كوبي ببطء وأخبرته أنه مذهل حقا. أضاء وجهه بالفرحة فورا، لكنني تابعت بفضول مصطنع وسألته: مكانا بهذا الجمال لماذا بقي مهجورا؟ ولماذا لا أحد يشتريه؟ هنا تجمدت ابتسامته تماما. سؤالي أصاب الوكيل في مقتل. تجمدت ملامحه وانهار قناع البائع المحترف السلس الذي كان يرتديه منذ البداية. حاول إقناعي ببعض الترهات حول الحظ السيء، موضحا أن المالك السابق كان جنرالا تم إعدامه بتهمة الخيانة العظمى. العائلة بأكملها أبيدت، لذا كان المكان مليئا بالطاقة المظلمة، ولا أحد سوى شخص يمتلك قدري العظيم يمكنه تحمل ذلك. لم أكلف نفسي عناء رفع نظري عن الشاي. سألته إن كان يعتقدني طفلا ساذجا، ثم كشفت له كل أوراقه. بحسب القانون الإمبراطوري الصارم، تقوم الحكومة بمصادرة ممتلكات الخائن وبيعها لتذهب جميع العوائد مباشرة إلى خزانة الدولة الوطنية. إذن كيف انتهى المطاف بسند الملكية بين يديه؟ والأهم من ذلك، من هو المجنون الذي سيشتري قصر خائن صودر حديثا؟ أي تاجر سيشتريه سيتهم بالتعاطف مع المتمردين فورا، وأي مسؤول حكومي سيتم عزله من منصبه دون شك.
حتى النبلاء الأثرياء لن يخاطروا بإغضاب الإمبراطور أبدا. هذا العقار كان مستحيل البيع لعقد من الزمان على الأقل. مع كل جملة أنطق بها كان لونه يختفي شيئا فشيئا. لقد قرأت أفكاره بوضوح وكأنه كتاب مفتوح. الحقيقة البسيطة هي أنه قام برشوة أحد المسؤولين قبل عام ليقتنص العقد بسعر بخس، ظنا منه أنه سيبيعه بثروة طائلة. لكن بدلا من ذلك لم يجرؤ أحد على النظر إليه، وظل يدفع تكاليف الصيانة من جيبه ل12 شهرا مستنزفا أمواله. القصر كان كمرساة ثقيلة تسحبه للقاع. راقبوا ما سيحدث الآن، فبمجرد أن انهار أمامي بدأت خطوتي التالية. بدأت بهدوء في سحب سبائك الذهب من مساحة النظام الخاصة بي وتكديسها فوق الطاولة ببطء، واحدة تلو الأخرى. 20 سبيكة، كل منها ب50 تايل، رتبتها في هرم لامع أضاء الغرفة بأكملها. حتى زوجات إخوتي توقفن عن التنفس. لم يروا أبدا ثروة تعرض بهذه الوقاحة من قبل. ذاب دماغ الوكيل من الصدمة وأمسك بذراعي ويداه ترتجفان بشدة. ترجاني أن السعر الأصلي كان 76,000 تايل، طالبا استرداد ماله فقط. رفعت إصبعا واحدا. 10,000. كاد أن يغمى عليه. في هج تالينغري أنجو. هذا المبلغ لم يغط حتى أموال رشوته وتكاليف الصيانة، لكنني لم أكن قد انتهيت من التفاوض بعد. بدأت ببطء شديد في إعادة سبائك الذهب واحدة تلو الأخرى. حذرته قائلا: إن وافق سنوقع الآن، وإلا سأغادر لتفقد الوكالات العقارية في الشارع الجنوبي والشارع الغربي. وقفت بثبات وتوجهت نحو الباب، لكنه اندفع أمامي مباشرة باسطا ذراعيه، وكان يبكي فعليا من شدة يأسه. توسلني لأضيف مبلغا قليلا. رسمت على وجهي أفضل تعبير، يظهر أن الأمر صعب للغاية بالنسبة لي، وتظاهرت بالتفكير في الأمر بصعوبة بالغة. ثم سحبت بهدوء سند ملكية مجمع وونغ هيربا، وأخبرته أنني أمتلك هذا القصر في الجانب الجنوبي من المدينة. دفعت فيه 10,000 تايل، لكنني لا أحب تصميمه. سأقيمه ب5,000 بالإضافة إلى 10,000 ذهبا، ليكون المجموع 15,000. هذا هو عرضي النهائي، وإذا خرجت من ذلك الباب فلن أعود أبدا. لم يتردد لحظة، بل اختطف السند من يدي وبدأ يفحصه بلهفة. اتسعت عيناه عندما رأى اسم وونغ أوربا. كان يعرف سمعة عصابة الطاغية جيدا، لكن عقله التجاري بدأ يحسب الأرباح فورا. المجمع يقع في منطقة عشوائية فقيرة لا يساوي أكثر من 5 أو 6,000 كحد أقصى، لكنه فكر أنه لو اشترى الأراضي الرخيصة المجاورة وقام بتوسيعها سيحقق ربحا حقيقيا. و15,000 تبدو صفقة أفضل بكثير من ترك قصر الحامية الشمالية يستنزف أمواله ويأكله حيا لعام آخر. صرخ موافقا على الفور وهو يمسك العقد بقوة وكأنه سيطير من بين يديه. جهز الأوراق المطلوبة بسرعة البرق بينما كانت يداه لا تزالان ترتجفان بوضوح. وقعت بهدوء، وضعت بصمتي، ودفعت سبائك الذهب، وعقد وونغ أوربا عبر الطاولة. في المقابل سلمني العقد الجديد بكلتا يديه وهو ينحني أمامي باحترام عميق. أخبرني أن هذا يحمل الختم الرسمي لوكالتهم، وأن الحكومة ستعترف به تماما. قصر الحامية الشمالية أصبح ملكي الآن. أخذت الورقة أشعر بملمسها الخشن بين أصابعي. 80 فدانة، أكثر من 100 غرفة، ساحة تدريب، ينابيع ساخنة، وحدائق شاسعة. إذن هذا هو الشعور الحقيقي بامتلاك منزل خاص بي في هذا العالم القاسي. بعد شراء القصر مباشرة توجهت إلى سوق العبيد. لم يكن لدي وقت للاختيار الدقيق. أشرت ببساطة إلى كل مجموعة تبدو قادرة على العمل. طلبت هؤلاء وأولئك جميعهم بلا استثناء. المال يجعل كل شيء بسيطا جدا. وخلال دقائق كان لدي قرابة 40 خادما يسيرون خلفنا باتجاه قصر الحامية الشمالية. وعندما وصلنا أخيرا إلى البوابة الرئيسية التزم الجميع الصمت التام. المكان كان ضخما للغاية، أبواب حمراء شاهقة يحيط بها أسدان حجريان أطول من أي رجل. وفوق المدخل مباشرة اسم قصر الحامية الشمالية محفور بأحرف ذهبية مبهرة على خلفية سوداء يشع بهالة عسكرية طاغية تجعل التنفس صعبا حقا. غطت سو تشينوا فمها بكلتا يديها من الصدمة. لينو لم تقل شيئا، لكن النار المشتعلة في عينيها أخبرتني بكل ما أحتاج لمعرفته. كانت تنظر بالفعل إلى ما وراء الجدران العالية مباشرة نحو المكان الذي يجب أن تكون فيه ساحة التدريب. دفعت الأبواب الثقيلة بكلتا يدي لفتحها. صدى أنين المفاصل المعدنية القديمة تردد في المكان وكأنه عملاق نائم يستيقظ للتو. رحبت بهم في منزلنا الجديد. ما رأيناه بالداخل كان يفوق كل توقعاتي الشخصية بمراحل.
ساحة حجرية ضخمة تؤدي إلى قاعة رئيسية كبرى تعلوها لافتات تحمل كلمات الولاء والشجاعة، وبعد ذلك تأتي أماكن المعيشة. عشرات الساحات الفردية المتناثرة مثل النجوم في جميع أنحاء المكان، كل واحدة منها تتميز بطابع فريد تماما. بعضها يقع بجوار جداول المياه، وأخرى وسط بساتين الخيزران، وبعضها يستند على تلال صخرية. زوجة أخي الخامسة كانت أول من يفقد السيطرة. صرخت بحماس مشيرة إلى ساحة بها أرجوحة، كانت تركض وتشير إلى كل شيء حولها، تصرخ بفرحة طفل صغير في متجر للحلوى. حجزت لنفسي الساحة الأكبر والأكثر فخامة. أعلنت أن هذا مكاني ممنوع الدخول بدون إذن، لكن الزوجات مرحب بهن بالطبع. ثم أشرت بإصبعي إلى الساحة المجاورة وأخبرتهن بوضوح أنها غرفة التأمل. أي شخص يثير غضبي سيتم إرساله إلى هناك فورا ليفكر في أخطائه. قلت لا عشاء. لمعت عينا تشين روشو بخطورة قائلة إنني لن أجرؤ، فرفعت حاجبي. قلت لها أن تجربني. زفرت بغضب واستدارت وهي تغلي، لكنها عاجزة عن فعل أي شيء. هنا سحبتني سو تشينو بعيدا قبل أن تتصاعد الأمور. تجولنا في الحدائق الخلفية الواسعة حيث توجد بركة لوتس هائلة يتوسطها جناح جميل متصل بجسر متعرج، بينما تسبح أسماك الكوي بيكسل تحتنا. ثم عثرنا فجأة على دفيئة زجاجية ضخمة دافئة كالربيع بالداخل، ومفعمة بزهور من كل لون وعطر. زوجات إخوتي فقدن أنفسهن تماما هناك، يثرثرن عن البتلات والأنواع النادرة، ونسين وجودي كليا. سعلت بصوت عال للفت الانتباه، وسألتهن إن كن لا يرغبن في رؤية ساحة التدريب. انطلقت تشين روشوا من الدفيئة بسرعة فائقة كالرصاصة. ساحة التدريب كانت تقع في أقصى الجزء الخلفي من العقار، وكانت حقا مذهلة بكل المقاييس. ميدان واسع مرصوف بالحجارة كبير بما يكفي لتجميع جيش كامل. رفوف الأسلحة تصطف على كل جدار سيوف، رماح، فؤوس، وكل سلاح يمكن تخيله يلمع بالفولاذ البارد. وفي النهاية أهداف رماية وإسطبلات خيول فارغة تماما. هذه لم تكن مجرد ساحة تدريب، بل قاعدة عسكرية صغيرة. أنفاس تشين روشوا أصبحت متقطعة ومضطربة. مشت نحو رف الأسلحة، عيناها تمسحان كل شيء بشغف، ثم أغلقت يدها حول رمح أسود قاتم. صدقوني، هذه اللحظة وحدها غيرت كل شيء. بنفضة واحدة سريعة من معصمها، رسم طرف الرمح قوسا فضيا في الهواء بصوت حاد يشبه تمزيق الحرير، ثم بدأت أخيرا في التحرك. كانت مذهلة حقا. جسدها يتدفق بسرعة البرق بينما يضرب الرمح ويمسح كل شيء بدقة مدمرة. في لحظة تندفع للأمام مثل تنين ينبثق من البحر، وفي اللحظة التالية تمسح بضربتها الجانبية وكأنها نمر شرس يهبط من الجبل. تحول الرمح إلى مجرد ضباب غير واضح، والهواء يصرخ بعنف من حوله. وعندما انتهت تماما وقفت بلا حراك في وسط الميدان، العرق يلمع على جبينها ووجهها البارد كالثلج عادة أصبح يتوهج الآن بفرحة شرسة. كنت أرى بوضوح ما يعنيه هذا بالنسبة لها، فمنذ سقوط عائلة لين تم تجريدها من كل شيء تمتلكه. أسلحتها بيعت، تدريبها توقف تماما، وهويتها كمحاربة قوية دفنت تحت طبقات من الخوف وصراع البقاء. لقد تحولت من تدريبات الفجر إلى التشبث بخبز بارد في كوخ محطم، معتقدة أنها لن تحمل سلاحا بين يديها مرة أخرى أبدا. لكنها الآن هنا، الرمح في يدها، قلبها ينبض بقوة وقد عادت للحياة. الجليد في عينيها ذاب تماما، وحلت محله نيران متأججة. كانت متألقة ليس فقط لجمالها بل لقوتها كإلهة حرب حقيقية. حتى سو تشينو اغرورقت عيناها بالدموع وهي تراقبها. تبدين رائعة جدا الآن يا زوجة أخي الثانية. مشيت نحوها ويداي خلف ظهري، متظاهرا بأنني خبير متمرس ليس سيئا على الإطلاق. أسلوب الرمح هذا يذكرني بمهاراتي الخاصة في الماضي. انفجرت العديد من زوجات إخوتي في ضحك هستيري بمجرد سماع ذلك. في أيامي الخوالي حين كنت بالكاد أستطيع التنفس على السرير، نظرت إلي تشين روشا بتلك العيون المشتعلة والمليئة بالشغف. اختفت كل البرودة المعتادة، وحل محلها شيء شرس ودافئ في نفس الوقت. ضربت مؤخرة رمحها بقوة على الحجر الصلب بصوت مدو وعنيف. هل تريد نزالا وديا؟ أرادت تشين روشا اختباري وكشف أوراقي. منذ أن لكم توونغ أوربا عبر الساحة وحطمت ذلك الكأس الحديدي، كانت تحترق فضولا لمعرفة ما أخفيه حقا. هذه هي طريقة المحاربين في البحث عن الإجابات. نزال. قلت لها بالتأكيد. لم أكن لأطلب عذرا أفضل من هذا للاقتراب منها وتطويعها.
التقطت عصا تدريب خشبية من رف الأسلحة بدلا من الفولاذ حتى لا تتسبب في إيذائي. يا لها من خطوة لطيفة منها. سألتني ألين تختار سلاحا. وضعت يدي خلف ظهري محاولا الظهور بمظهر غامض، وقلت إن الأسلحة مجرد أدوات بسيطة. جسد السيد الحقيقي هو السلاح. تخصصي هو تقنية اليد المباشرة. تقنية اليد لم تسمع قط بمثل هذا الشيء في حياتها، ولا أي شخص آخر أيضا. خمنت زوجة أخي الخامسة أنني تعلمتها من خباز محترف في عجن الخبز، فضحك الجميع بسخرية. نادت سو تشينغوا بتوتر طالبة منا أن نتساهل مع بعضنا البعض، ثم هاجمت تشين روشا مباشرة. كانت سريعة ودقيقة وشرسة جدا. شقت العصا الهواء بصرخة متجهة نحو وجهي مباشرة، لكن في المرحلة الثانية من صقل الجسد بدت كل حركاتها وكأنها عرض بالتصوير البطيء أمامي. أملت رأسي قليلا وصفرت العصا متجاوزة أذني، ثم غيرت حركتها إلى ضربة كاسحة استهدفت خصري. انحنيت إلى الخلف وكأنه ليس لدي عمود فقري. تفاديت الضربة مجددا. قوة ممتازة يا زوجة أخي الثانية، لكنك بطيئة بعض الشيء. أثار هذا غضبها بشدة. تحولت هجماتها إلى عاصفة هائجة بين طعن وقطع ومسح وضربات قاصمة. امتلأت ساحة التدريب بأكملها بصفير الرياح وظلال العصا المتطايرة. تفاديت كل شيء ببراعة. قفزت وانحنيت واتويت في أكثر الوقفات سخافة يمكن تخيلها. كانت تلوح بمطرقة ثقيلة محاولة ضرب ذبابة صغيرة، وتلك الذبابة كانت تستمتع بوقتها لأقصى حد. أدركت زوجات إخوتي بسرعة كبيرة أنني لم أكن أحاول حتى الرد على هجماتها. كنت ألعب معها ببساطة. بعد فترة من الوقت أصبح تنفسها متقطعا وبدأت ذراعاها ترتجفان من شدة الإرهاق. حينها فقط قمت بخطوتي المدروسة. اندفعت مقتربا ومددت يدي نحو عصاها، وتركت يدي تنزلق بالصدفة التامة على الخشب الأملس حتى استقرت فوق يدها مباشرة. التقارب زاد نقطة. تصلب جسدها بالكامل في تلك اللحظة. أحمر وجهها على الفور. صرخت بغضب. حاولت التراجع، لكنني كنت قد تراجعت بالفعل ويداي مرفوعتان ببراءة. عذرا، كان مجرد حادث غير مقصود. هاجمت بقوة أكبر وغضب أشد. تفاديت ضربة أخرى واصطدم جسدي بصدرها عن طريق الخطأ أيضا. التقارب نقطتان. لوحت بعصاها بقوة شديدة. انحنيت وهبطت يدي مصادفة على خصرها الخلفي لأحافظ على توازني. التقارب 3. فقدت صوابها تماما. صرخت لينمو أيها المنحرف. كانت زوجات إخوتي يراقبن المشهد وأفواههن مفتوحة على مصراعيها في دوائر مثالية من الصدمة. هل أمسك للتو بأختنا الثانية؟ يا له من وقح. إنها بالكاد تستطيع الوقوف بشكل مستقيم، لكنه يبدو جادا جدا وكأنه كان حادثا بالفعل. هل تصدقن ذلك؟ لأنني لا أصدق أبدا. كانت نقاط التقارب تتراكم بشكل رائع، لكنني حافظت على وجه خال من التعابير. يا زوجة أخي الثانية، هدئي عقلك. في النزال يجب ألا تدعي المشاعر تشوش تركيزك. قلبك في حالة فوضى. صرخت خطأ من هذا في رأيك؟ كانت عيناها حمراوين من شدة الإحباط. لم تستطع توجيه ضربة واحدة لي، لكنني واصلت إيجاد بقع جديدة لألمس ذراعها بالصدفة، وخصرها وساقيها الطويلتين. كل تلامس جعل النظام يرن في رأسي بنجاح. ارتفع التقارب حتى وصل إلى 55 ثم توقف. بغض النظر عما لمسته لم يتحرك الرقم. كل شيء قد طور مقاومة ضدي. تحققت بهدوء من معرض الجميلات. هل ظننتم أنني سأتوقف هنا؟ كانت تحتاج إلى 60 نقطة لفتح ملفها الشخصي. 5 نقاط فقط، لكن كل منطقة لمستها وصلت للحد الأقصى. كل منطقة باستثناء واحدة. انجرفت عيناي ببرود نحو صدرها الذي يرتفع مع كل نفس مجهد خلف ملابس الفنون القتالية الضيقة. الحدود النهائية والمقاطعة الأكثر خطورة على الإطلاق. إذا لمست ذلك المكان فقد تقتلني بالفعل دون تردد. لكن من أجل المستقبل المجيد لعائلة لين، ومن أجل المهمة المقدسة المتمثلة في استمرار النسل، الأمر يستحق هذه المخاطرة الممتعة. احذري، صرخت بأقصى درجات الحدة. شاهدي تقنيتي المطلقة، مخلب التنين، واختفيت من المكان الذي كنت أقف فيه. بسرعة المرحلة الثانية كنت أنتقل آنيا بشكل أساسي. بالكاد سجلت عيون تشين روشا الضباب قبل أن أصبح أمامها مباشرة. اندفعت يدي وأمسكت بقوة. استقر صدرها الممتلئ والناعم بشكل مثالي في راحة يدي تماما. هرب صوت من شفتيها كان مزيجا من الصدمة وشيء آخر تماما. كان لاهثا وأنثويا ومغريا بشكل مدمر. أصبح عقلي فارغا تماما. التقارب 5 نقاط. دينغ تشين روشا. وصل التقارب إلى 60. تم فتح الملف الشخصي أخيرا.
تجمد الوقت ويدي في مكانها، كانت النعومة تتفوق الوصف حقا. ثم عادت تشين روشا إلى الحياة واستوعبت ما حدث. أصبح وجهها ورقبتها وأذناها حمراء جدا لدرجة أنني اعتقدت أنها قد تشتعل. لينمو، صرختها الغاضبة كان يمكن أن تحطم الزجاج. نعتتني بكل شتيمة ممكنة، وقح، حقير، منحرف، ولوحت بعصاها نحو رأسي بكل ما أوتيت من قوة وغضب حقيقي. طق، العصا الخشبية الصلبة انكسرت لنصفين فوق رأسي. وقفت في مكاني متيبسا بوضعية مخلب التنين وأنا أرمش ببلاها، ثم سحبت يدي ببطء وحككت موضع الضربة مستغربا. رأسي يحكني فقط وساد صمت قاتل. في المرحلة الثانية لتقوية الجسد، تلك العصا مجرد محكاكة ظهر. لكن تشين روشوا لم تكن تعلم ذلك. حدقت في العصا المكسورة بيدها ثم في وأنا سليم تماما، فحل الذعر محل غضبها. سألتني بلهفة وهي تندفع نحوي: هل أنت بخير؟ ثم تذكرت سبب ضربها لي فاستدارت بعيدا وهي تغلي. ركضت سو تشينغ والجميع نحوي وأحاطوا بي، ثم أمسكت رأسي وتفحصت كل إنش فيه. لا يوجد خدش واحد ولا حتى علامة حمراء. تنفست الصعداء براحة، لكنها قرصت ذراعي مع ذلك. سألتني لماذا لا تضبط يديك، ورسمت أكثر وجها بريء لدي وقلت: ليس ذنبي. بأسلوبي القتالي يسمى تقنية الاشتباك القريب. إنها تعمل فقط عن قرب، ولم تكن لدي أي أفكار غير لائقة طوال القتال، لا أفكارا أبدا. استدارت تشين روشوا بنظرة حادة وتساءلت: إذن لماذا عصرت؟ ولم تستطع إكمال جملتها. ضربت الأرض بقدمها وأصدرت صوتا غاضبا، ثم أدمت وجهها بعيدا وأذناها تتوهجان حمرة. علمت أنني تماديت في حظي اليوم وحان وقت تغيير الموضوع. صفقت بيدي وناديت الخدم 30 الذين كانوا يشاهدون العرض. كانوا ينظرون إلي بذهول تام. سيدهم الجديد تلقى ضربة كاملة بعصا خشبية على رأسه ولم يطرف له جفن حتى. وقفت باستقامة ووجهت كلامي إليهم: ابتداء من اليوم أنا سيد هذا القصر، وسوف تنادونني بالسيد، وهناك 9 سيدات لهذا المنزل. ستخاطبونهن بالسيدة الأولى والسيدة الثانية وهكذا. وضعت يدي على كتف سو تشينغ وقلت: هذه سيدتي الأولى سو تشينغ. كل قرارات المنزل تمر عبرها وكلامها من كلامي. صرخوا بصوت واحد: حاضر يا سيد، ثم انحنوا للجميع. تحياتنا لك يا سيد، والتحية للسيدة الأولى ولجميع السيدات المحترمات. أحمرت وجوه زوجات إخوتي خجلا، فلم يسبق لأي منهن أن نوديت بسيدة من قبل. وبدت سو تشينغ وكأن قلبها سينفجر فرحا. تعيينها مسؤولة عن هذا القصر الضخم أثر فيها إلى حد لا يوصف. خصصت خادمة شخصية لكل زوجة، وعينت الرجل الأكثر خبرة بين الخدم كرئيس شؤون البيت، ووزعت الباقين على المطبخ والإسطبلات والحدائق والتنظيف. تنظيم سلس ومتقن للغاية. بعد مغادرة الخدم جذبت سو تشينغ كمي بخجل وتساءلت: هل تريدني حقا أن أدير كل هذا؟ المكان ضخم، ماذا لو فشلت؟ سحبتها إلى أحضاني وقلت: لقد أدرت كوخنا المكسور ببراعة، وهذا القصر مجرد نسخة أكبر منه. إضافة إلى أنك السيدة الأولى، فإن لم تدريه أنت فمن يديره؟ دفنت وجهها في صدري وأومأت بصوت مفعم بالمشاعر. ثم التفت إلى 8 الباقيات ورسمت وجها صارما قائلا: شيء آخر، كلمة صهر صغير ملغاة رسميا، ومن تستخدمها ستعاقب بتدفئة فراشي في تلك الليلة. قاطعتني تشين روشوا ووجهها محمر: في أحلامك. فقلت: من الآن صاعدا ستنادونني بزوجي أو زوجي العزيز. هيا بنا جربنا النطق بها واحدة تلو الأخرى. همست زوجة الأخ الخامس بكلمة زوجي دون تفكير، ثم أحمرت خجلا وأرادت دفن نفسها حية. ضحكت على وجوههن المحمرة، ثم لعبت ورقتي الرابحة. حسنا، كفى مزاحا، هذا القصر فيه أكثر من 100 غرفة. اذهبن واخترن باحاتكن والسبق لمن تصل أولا. كان هذا كافيا، فتلاشى كل الخجل بلمحة عين، وصرخت إحداهن: أريد تلك التي بها حديقة صغيرة والجناح المطل على البحيرة لي. بينما لم تقترب أي منهن من الفناء المجاور لساحة التدريب، تحولت 9 نساء جميلات إلى اندفاع عارم، رفعن تنانيرهن وركضن في كل اتجاه، يضحكن ويتنافسن على الأماكن المفضلة. ونبض قصر حامية الشمال بالحياة بفضل أصواتهن السعيدة. رؤية وجوههن تشرق بفرح حقيقي، كانت تساوي أكثر من كل الذهب الموجود في مساحة النظام لدي. العشاء في القصر كان شيئا آخر. طاولة طويلة من خشب الصندل الأرجواني مليئة بالطعام اللذيذ، حيث قدم الطباخ الجديد أفضل ما لديه في ظهوره الأول. جلست على رأس الطاولة وسو تشينغ عن يساري، وهي لا تزال خجولة، وتشين روشو عن يميني، ووجهها
محمر من الأحداث السابقة، بينما ملأت باقي زوجاتي الجميلات الطاولة والخدم يقفون بانضباط بجانب الجدران. ولأول مرة بد منزلنا وكأنه عائلة حقيقية ومتكاملة. كل الحزن والخوف الذي أثقل كاهل زوجات إخوتي بدة وكأنه تلاشى مع كل ضحكة وكل لقمة طعام. أشرقت وجوههن مجددا وجمالهن يتألق، وأدركت حينها أن هذا بالضبط ما كنت أقاتل لأجله. بعد العشاء تفرق الجميع إلى باحاتهم الجديدة، واتجهت أنا إلى جناح قلب السماء الأكثر ضخامة وفخامة في القصر. أغلقت الأبواب الثقيلة وارتميت على سرير من خشب الصندل يتسع ل8 أشخاص، وتنهدت أعمق تنهيدة ارتياح بحياتي، فمن كوخ متهالك إلى قصر بمساحة 80 فدانا، ومن الجوع إلى خدم يلبون أوامري. ليس سيئا لعمل بضعة أيام. فتحت معرض الجميلات داخل عقلي أخطط للخطوة التالية. ملف تشين روشا أضاء أخيرا بصورة مذهلة، تقف بزي قتال ضيق باللونين الأسود والأحمر، تمسك رمحا فضيا أمام غروب دموي، ونظراتها شرسة تتحدى الجميع. هذا النظام يعرف كيف يرسم بدقة. إحصائياتها أظهرت أن مستوى التقارب وصل إلى 60. الحالة الأولى هي المعارف، وموهبتها الخاصة كانت تسمى الصمود المطلق. بمجرد تفعيلها سأكتسب بنية جسدية تقلل أضرار الشفرات والأسلحة الحادة والهجمات الجسدية بشكل هائل، درع حصانة لا يقهر حرفيا. ثم قرأت شرط التفعيل وتوقف عقلي عن العمل تماما من الصدمة. أن تجعل تشين روشن ترتدي زي راقصة مثير وتؤدي رقصة لك وحدك. قرأت هذه الجملة السخيفة 3 مرات متتالية لأتأكد أنني لا أهذي. تشين روشا، ملكة الجليد القاسية، نفس المرأة التي كسرت للتو عصا خشبية على رأسي لمجرد لمس صدرها، تتخيلها بزي راقصة فاضحة مع أجراس صغيرة حول خصرها، تتمايل بخصرها من أجلي أنا. ستطاردني هذه المرأة حرفيا إلى أقاصي الأرض برمحها الفضي إذا تجرأت حتى على اقتراح هذه الفكرة الجنونية. سألت النظام إن كان يحاول قتلي عمدا، ولا توجد أي استجابة كالعادة. لكن الموهبة كانت مذهلة فعلا. المناعة ضد الأضرار الجسدية تعتبر شفرة غش للنجاة في مكان خطير مثل مدينة الرياح السوداء المليئة بالأعداء المجهولين. هذه الحماية المطلقة ستكون بلا ثمن حقا، يجب أن أحصل عليها في النهاية، لكنني بحاجة لبناء تقارب أكبر بكثير. أولا، هذا مشروع طويل الأمد. أغلقت النظام وبدأت العمل الحقيقي. أفرغت كل قطعة كنز من مساحة التخزين الخاصة بي على الأرض، كل غنائم حصن قطاع الطرق وقبو عصابة الطاغية مجتمعة معا. انفجرت الغرفة ببريق الذهب والفضة اللامع، جبل حقيقي من الثروة الهائلة تكدس أمامي في لحظة. سبائك ذهبية وفضية وصناديق من اللؤلؤ واليشم والعقيق والزمرد ولوحات أثرية وخزف نادر. غصت بوجهي أولا في الكومة مثل تنين يتدحرج داخل كنزة. المعدن البارد على بشرتي منحني شعورا لا يصدق. هذا هو الأمان الحقيقي، هذه هي القوة المطلقة. وبعد التمرغ لفترة من الوقت قمت بإحصاء كل شيء. 120 سبيكة ذهبية بقيمة 500 تايل فضي لكل منها، أي 60,000 هنا، بالإضافة إلى قرابة 80,000 من الفضة الخام وكل المجوهرات والتحف. إجمالي الثروة الصافية حوالي 200,000 تايل فضي. هذا يكفي لشراء 20,000 فدان من الأراضي الزراعية، أي نصف مقاطعة متوسطة الحجم. أصبحت رسميا من كبار الأثرياء في الخفاء. بهذا المال الوفير يمكنني تجنيد الجنود وبناء قاعدة قوتي الخاصة والتحقيق سرا في المؤامرة التي دمرت عائلتي، ثم ملاحقة الإمبراطور نفسه. أعدت تعبئة كل شيء في التخزين واستلقيت على سريري الفاخر، لكن النوم أبى أن يزورني وعقلي ظل يسترجع أحداث هذا اليوم. دفء السوت شينغو بين ذراعي وهمسها الخجول بكلمة زوجي ونعومة تشين روشا المذهلة في راحة يدي خلال حادثة مخلب التنين. طاقتي الداخلية كانت تتدفق عبر عروقي مثل محرك هادر يطالبني باتخاذ أي إجراء. في الكوخ القديم كان أي نشاط ليلي يبث مباشرة للجميع، لكن انظروا إلى ساحة لعبي الجديدة هنا، قصر الحامية الشمالية ب80 فدان من المساحات الشاسعة. يمكنني القفز والتدرب في الساحة بكل راحة، ولن يسمع الجيران أي شيء على الإطلاق. كل شيء اصطف بشكل مثالي. ستكون جريمة حقيقية ألا أذهب لزيارة السيدة الأولى من أجل بعض ممارسات التدريب في وقت متأخر من الليل. تسللت خارج الباب واختفيت في الليل المقمر، وزحفت بصمت مطبق نحو فناء سوت شينغو المعروف بجناح عناق القمر. جناح عناق القمر كان صامتا تماما. لم أطرق الباب بل انزلقت للداخل كشبح خفي. كانت رائحة الغرفة مذهلة، ماء استحمام منعش وبتلات زهور، وتلك الرائحة المسكرة التي تفوح من المرأة بعد الاستحمام.
كانت سو تشينغو تجلس أمام مرآتها في ضوء الشموع الخافت. شعرها الأسود المبلل مرفوع برخاوة، وبعض الخصلات تلتصق بعنقها الأبيض كالثلج، وكانت ترتدي ثوب نوم حريري بلون القمر رقيقا جدا لدرجة أنه لم يخف أي شيء. في التوهج الدافئ للشموع المحيطة بها بدت بشرتها النقية وكأنها تضيء من الداخل بسحر خاص. كانت تعبس وهي تنظر في دفتر الحسابات وتشعر بالقلق بشأن كيفية إدارة هذا المنزل الضخم. هذا التعبير الجاد والمضطرب قليلا على وجهها جعل قلبي يذوب حقا. سعلت بخفة فصرخت وأسقطت الدفتر من يدها واستدارت بسرعة. صرخت تسألني عما أفعله هنا، وحاولت شد ثوب نومها بقوة مما جعل الأمور أسوأ أو ربما أفضل بكثير. يعتمد الأمر على وجهة نظرك. مشيت نحوها بهدوء وحملتها بخفة بين ذراعي، ثم وجهت لها صفعة لعوبة ومرحة. سيدتي الأولى ترهق نفسها بالعمل حتى المرض من أجل هذه العائلة. أي نوع من الأزواج سأكون إن لم آت لتقديم بعض الراحة والدعم؟ صرخت بخفوت واستندت علي بنعومة تهمس بخجل خوفا من رؤية الخادمة لنا. فأخبرتها بثقة أنني سأحمل زوجتي في أي وقت شئت. وضعتها برفق على السرير وانحنيت فوقها مباشرة، ثم سألتها بهدوء عما يزعج مديرتي الجميلة اليوم. هل سنفلس بهذه السرعة الكبيرة؟ ضحكت وضربت صدري بخفة ومرح، ثم اعترفت بصدق أنها خائفة من ألا تكون جيدة بما يكفي لإدارة مثل هذه التركة الكبيرة، وكانت مرعوبة من إحراجي أمام الجميع. قبلت جبهتها بلطف وأخبرتها أنها يمكن أن تهدم هذا المكان بأكمله، وسأظل أدعمها وأقف بجانبها. علاوة على ذلك، مسك الدفاتر أمر تافه مقارنة بمهمة عائلتنا الحقيقية. فسألتني باستغراب عن مهمة العائلة. انحنيت بالقرب من أذنها وهمست: استمرار نسل العائلة. وبالطبع بعد نقاشنا العميق هذا شعرت بشعور مذهل تماما. دفعني أسلوب التنين والعنقاء خطوة جبارة في تدريبي، وأظهر النظام صقل الجسد. المرحلة الثانية، المستوى المبتدئ. لكن الصدمة الحقيقية كانت سو تشينغوا، فقد تغيرت هيئتها بالكامل. بلغت جمالا خياليا غير مسبوق. بشرتها تلمع بنضارة متألقة، وكل إيماءة منها تصدر سحرا آسرا يخطف الأنفاس. إن كانت أجمل جميلات العاصمة سابقا، فقد تجاوزت حدود البشر الآن. رن إشعار النظام أخيرا. تقييم جمال سو تشينغوا بلغ 100 من 100. جمال لا مثيل له. والمكافأة كانت تقنية قتال تدعى هيبة التنانين العظيمة، وهي أسلوب لكمات للهجوم الجماعي. لكمة واحدة تطلق زئير تنين هائلا، وتتفرع القوة إلى أطياف تنانين تجرف كل ما يعترضها. إنها الحركة المثالية لإبادة جيوش كاملة بمفردي. تدفق علم التقنية بلمح البصر في عقلي، وشعرت بوضوح أنني لو وجهت لكمة الآن لمزقت الهواء بعاصفة تنانين جبارة. نظرت إلى هذه الحسناء النائمة بين ذراعي وغمرني شعور عميق بالامتنان. لم تكن مجرد زوجة، بل كانت مصدر قوتي المطلقة وبطاقتي النادرة الاستثنائية. همست لها بأنها معجزتي وقبلت رأسها، فضحكت بذهول وسعادة وهي تسألني عما أقصده. لم أستطع قبول هديتها العظيمة دون شكر يليق بها، وديني لها سأرده دائما مع أرباح مضاعفة. رجتني بصوت خافت أن أتوقف لأن الفجر قارب على البزوغ، لكنني كنت في بداية حماسي فقط. وأخيرا حين خيم الهدوء التام، ظهر إشعار أخير من النظام داخل عقلي. تهانينا، حملت سو تشينغوا بوارث لعائلة لين، وصرت الآن أبا رسميا. حققت المهمة الأساسية لنظام ازدهار العائلة إنجازا كبيرا، والمكافأة حزمة هدايا خاصة، فتجمدت في مكاني. نظرت ببطء إلى هذه المرأة الجميلة النائمة بسلام بين ذراعي. سو تشينغوا حامل بالفعل، وعندما استيقظت في الفجر كنت أشعر بنشاط وطاقة هائلة. كان إشعار النظام الذي يهنئني بكوني أبا يتردد في عقلي، واستغرقني الأمر نصف الليل لاستيعاب هذا الخبر. مجرد أيام قليلة في هذا العالم، وصار لدي زوجة وقصر وقريبا طفل في الطريق. شريط تقدم حياتي يتحرك بسرعة جنونية حقا. كانت سو تشينغوا تنام بسلام في أحضاني، والابتسامة ترتسم على شفتيها، وقد وصل جمالها إلى ذروته المطلقة. أكد النظام ذلك بتقييم كامل 100 من 100، فتقنية التنين والعنقاء غيرت هيئتها لجمال لا يقهر. بشرتها كانت تتوهج بنضارة ساحرة، وكل تصرف تصدره بات يفيض بجاذبية طبيعية تأسر القلوب. ومع إشراقة الأمومة القادمة أصبحت أبهى من الوصف، وطاقتي بدأت تعود مجددا. كنت أفكر جديا بشن هجوم مباغت عندما استيقظت، ودست رأسها بخجل في صدري، وسألتني عما أنظر إليه. أجبتها بنظرة لزوجتي، أجمل امرأة في هذا العالم.
أحمر وجهها خجلا وبدأت ترسم دوائر بأصابعها على صدري مما أبعدني عن الهدوء، لكنها سرعان ما تحولت للحديث عن أمور العمل والمنزل. ظهرت موهبتها في إدارة البيت جليا، فقد تفقدت القصر كاملا وأعدت قائمة بالنواقص كالسقوف التي تسرب الماء في عدة باحات. المطبخ فارغ تماما ويلزمنا شراء المؤن وشراء الملابس للجميع وحتى الخدم وتأسيس نظام أجور وترميم الحدائق وإصلاح الإسطبلات الفارغة. طرحت كل شيء بتنظيم ودقة أبهرتني. هذه المرأة ولدت خصيصا لإدارة شؤون العائلة، لم تغفل أي تفصيلة. وعندما انتهت استدعيت صندوقا ثقيلا من مساحتي التخزينية. ارتطم الصندوق الثقيل بالأرض وانفتح غطاؤه ليتألق الذهب المرتص بصفوف متناسقة تحت أشعة الشمس الصباحية. اتسعت عيناها بذهول وحدقت بالذهب كأنها نسيت الرمش، فقلت لها ببساطة: استخدمي هذا الآن، كل المصاريف مسؤوليتك، ومتى احتجت المزيد اطلبي فقط. رغم أن ألف سؤال تدفق بعقلها: من أين جاء وكيف أظهرته؟ لكنني رأيتها تبتلع أسئلتها وتلتزم الصمت. تعلمت ألا تسأل لأن إجاباتي تنتهي دائما بالتلميح لغرفة النوم، وذلك يسبب لها خجلا كبيرا. أومأت بهدوء ومستلمة الذهب مع الثقة المطلقة، ثم طرحت موضوعا كان يشغل بالي وثقل كاهلي. يا سو تشينغوا، ولدنا وإخوتنا ما زالوا مدفونين في قبور بلا معالم على التل خارج المدينة. لقد ماتوا مظلومين ويستحقون تكريما أفضل بكثير، والآن بعدما أصبح لدينا هذا القصر أريد إقامة دفن يليق بمقامهم. لنختر أرضا مناسبة ونبني قاعة لأسلاف عائلة لين ونشعل البخور لذكراهم. فتجمعت الدموع بعينيها فورا. أومأت براسها بإصرار وتولت تنفيذ الأمر في الحين. ستقصد أفضل صناع التوابيت واستشاري الجنائز وتطلب أجود أنواع خشب النام الذهبي لضمان إتمام الأمر بأكمل وجه. ثم أبدت قلقا آخر، فالقصر يمتد ل80 فدانا بأسوار عالية، لكن أمننا شبه منعدم. بعض حراس الأبواب لن يوقفوا الخطر، نحتاج قوة أمنية حقيقية. واقترحت الاستعانة بقوات متخصصة. زوجة أخي الثانية تنحدر من عائلة عسكرية، كان والدها جنرالا، وكانت تفهم في تجنيد المقاتلين وتدريبهم وتنظيمهم أكثر من أي شخص آخر هنا. تفكير ذكي، قلت لها وأنا أقرص خدها. أنت مديرة مثالية بحق، وسأذهب للتحدث معها الآن. ثم وجدت تشين روشا في ساحة التدريب. كانت مستيقظة منذ ما قبل الفجر وتتدرب على السيف منذ ساعة كاملة. كانت ترتدي ملابس تدريب سوداء ضيقة، تبرز جسدها الرياضي الممشوق بخصر نحيل وساقين طويلتين دون أي زيادة في وزنها إطلاقا. كانت تستخدم سيف زهرة الشفقة، ومراقبة حركاتها تأثر الألباب. امتلكت مهارة بالسيف تجمع بين رشاقة الراقصة وشراسة قائد حربي في ساحة المعركة. جميلة وقاتلة، لكن عندما لمحتني أقترب بخطى هادئة ارتبكت حركاتها قليلا وبشكل غير ملحوظ. ذكريات مواجهة الأمس، يدي، وتلك الحوادث غير المقصودة، والقبضة الأخيرة، لابد أنها اندفعت إلى أفكارها دفعة واحدة. احمر وجهها خجلا، واستطاعت رؤية ومضة خاطفة من الذعر في عينيها قبل أن تجبر نفسها على إخفائها. تظاهرت تشين روشا أنها لم ترني وقاطعت النظر، مستمرة في تدريباتها، لكن أسلوبها أصبح أكثر ارتباكا وإهمالا من ذي قبل. ملكة الجليد المغرورة كانت مرتبكة بشكل لطيف للغاية. اقتربت منها مباشرة وأنا أرتدي أكثر ابتساماتي براءة وحيادا. صباح الخير يا زوجتي. متيقظة مبكرا للتدريب، كادت تلتوي ظهرها أثناء ضربتها وقالت بغضب: من هي زوجتك؟ لا تتفوه بالترهات. مددت كفي المفتوحة وقلت: أوه، لست زوجتي. إذن سأستعيد سيف زهرة الشفقة منك الآن. أنا أعير ذلك السيف لزوجتي فقط، وبما أنك لست هي. كان الذعر على وجهها ينطق بموقف لا يقدر بثمن. كانت تستخدم ذلك السيف بلا توقف لمدة يومين ووقعت في غرامه تماما. لقد كان أكثر حدة من أي سلاح امتلكته في حياتها، وكان يزداد حدة بطريقة ما مؤخرا، لأن مجموع القرب في معرض الجميلة الخاص بي كان يرتفع، مما يمنح السيف قوة إضافية، لكنها لم تكن تعلم ذلك. المطالبة باستعادته كانت أشد عليها من طلب كليتها، لكن التظاهر بقبول وصف الزوجة كان مست. بالنسبة لشخص بكبريائها الشديد كان هذا الخيار مستحيلا بنفس القدر. وقفت متجمدة هناك، فكها مشدود ومفاصلها بيضاء على المقبض، ممزقة بين خيارين لا يطاقان. وجهها تلون ب15 درجة من اللون الأحمر أمامي. أخيرا انتصر كبرياؤها، دفعت السيف نحوي من المقبض وذقنها مرفوع عاليا، بينما كان صوتها يرتجف بحزن. حاولت جاهدة إخفاءه عني.
قالت لي بحسرة أن آخذه مرة أخرى، وأدارت رأسها بعيدا تماما حتى لا ألاحظ مدى الانهيار الذي كانت تشعر به. لكن رموشها المرتجفة فضحتها تماما. لم آخذ السيف منها، بل تقدمت بخطوات هادئة إلى الأمام حتى أصبحت ملاصقا لها مباشرة. حاولت التراجع للخلف، لكنها اصطدمت بعمود تدريب خشبي. لم يعد هناك أي مكان للهرب. حاصرتها رائحتي تماما، وكنت أستطيع رؤية نبضها يطرق بقوة ووضوح في رقبتها. مددت إصبعين فقط ودفعت السيف بلطف شديد ليعود إلى يديها المرتجفتين، بينما تعمدت أن تلامس أطراف أصابعي بشرتها الدافئة. جفلت وكأن تيارا كهربائيا صعقها. أمسكت بيدها مع السيف واحتويتها بنعومة. همست لها بأنني كنت أمازحها فقط، ثم أفلتها ببطء، وتلاشت تلك النبرة اللعوب من صوتي لتفسح المجال لشيء حقيقي وصادق جدا هذه المرة. قلت بوضوح: لا أحد في هذا العقار يستحق هذا السيف أكثر منك. احتفظي به يا سيدتي الثانية. بقيت تلك الكلمات الأخيرة معلقة في الهواء بيننا. حدقت بذهول في السيف الذي بين يديها، ثم رفعت نظرها نحو وجهي وهي عاجزة عن النطق تماما. كنت أرى فعليا تروس التفكير في رأسها وهي تتوقف عن العمل ببطء. هذا المنحرف الوقح الذي تحرش بها البارحة قال للتو شيئا جعل قلبها يتخطى نبضه. لم تكن تعرف أبدا كيف تتعامل مع هذا التناقض المفاجئ، وقبل أن تتمكن من ترتيب مشاعرها تحولت فجأة للعمل. أخبرتها أنني والزوج تحدثنا هذا الصباح، فهذا العقار ضخم جدا لكنه بلا دفاعات تقريبا، مجرد بضعة خدم يحرسون 80 فدانا. نحن بحاجة ماسة لقوة أمنية حقيقية ومقاتلين مدربين جيدا وخيول أصيلة. طلبت منها أن تتولى مسؤولية هذا الأمر، وصدقوني كان التحول لحظيا. اختفى كل ذلك الخجل والارتباك في ثانية واحدة. أضاءت عيناها وكأن شخصا ما ضغط على زر. اختفت الفتاة الخجولة تماما، وبرزت ابنة الجنرال الحقيقية، حادة شديدة التركيز وصاحبة سلطة. قالت بحزم: إنني محق وهذا لا ينتظر. شرعت في سرد خطة مفصلة دون أي تردد، وأوضحت أن سوق الخيول خارج البوابة الغربية يبيع خيول الحرب المتقاعدة من الحدود الشمالية. هي ليست بمستوى عسكري، لكنها أفضل بكثير من الخيول العادية، ومن هناك يجب أن نبدأ في جمع القوة. هناك سوق للمحاربين في الجانب الجنوبي، حيث يتجمع الجنود المتقاعدون والمقاتلون المتجولون وفنان الدفاع عن النفس الذين خانهم الحظ. بالفضة الكافية يمكننا تجنيد أشخاص بمهارات عالية جدا. رؤيتها تتحدث عن الاستراتيجية بهذا الشغف كان أشبه بمشاهدة شخص مختلف تماما. هذه هي تشين روشا الحقيقية، ليست مجرد امرأة جميلة حادة الطباع، بل خبيرة حقيقية بالشؤون العسكرية. ممتاز، لننطلق الآن. الخيول أولا ثم المقاتلون. توجهنا نحو سوق الخيول خارج البوابة الغربية. المكان كان مكتظا ومزعجا، وتفوح منه رائحة التبن والماشية. مشت شين روشا بجانبي بملابسها السوداء الضيقة. كل خطوة منها كانت تشع بالثقة المطلقة والقوة. كانت لا تزال محمرة خجلا من لقائنا الصباحي، وتعمدت ترك مسافة نصف قدم بيننا، رافضة النظر إلي. لم أهتم لذلك. اكتفيت بالسير بسعادة بجوارها، مسترقا النظر بين الحين والآخر إلى خصرها وانحناءاتها. كانت هذه الفلفلة الحارة تعجبني أكثر مع كل يوم يمر. بمجرد أن وطئت أقدامنا السوق، أسرع إلينا تاجر خيول بشارب خفيف وعينين مكرتين يرحب بنا بحرارة قائلا: أهلا بكما يا سيدي ويا سيدتي، تبدوان شخصين استثنائيين حقا. تبحثان عن خيول؟ تعاليان لرؤية اسطبل مال قديم، فالرضا مضمون تماما. جررنا تاجر الخيول إلى مربطه، وأشار بثقة إلى حصان بني مائل للحمرة يواصل الثرثرة دون توقف بأنه سليل خيول حرب أسطورية قادرة على قطع 800 متر في اليوم الواحد. التزمت الصمت، فأنا لا أفهم شيئا في الخيول، لكن تشين روشوا تفهم كل شيء. تقدمت دون تردد وفتحت فم الحصان بجرأة، ثم نسفت ادعاءات التاجر قائلة: إن الأسنان مسطحة ومتآكلة، وهذا الحصان عمره 10 سنوات على الأقل. أتسمي هذا مهرا شابا؟ ثم مررت يدها على ظهره وساقيه، مؤكدة أن الأوتار الخلفية مرتخية تماما. إصابة قديمة في الحافر. هذا المخلوق لن يركض 20 مترا دون أن ينهار. ثم ثبتت نظراتها الجليدية على التاجر. أو تسمي هذا حصانا ممتازا. اختفت ابتسامة التاجر تماما عن وجهه حين أدرك أنه وقع في يد خبيرة حقيقية. كانت رؤيتها وهي تعمل أمرا مبهرا بحق ثقة الاحتراف والنظرة الحادة والحضور القيادي الرهيب. كانت رائعة للغاية، وأكثر جاذبية بمراحل من أي سيدة نبيلة مدللة قد أتخيلها.
تجاهلت التاجر ومشت في الصفوف الخلفية للإسطبل، تتفحص الخيول واحدا تلو الآخر وتختبر العظام والعضلات بأيد متمرسة للغاية. فجأة لمحت مهرا أسود كالليل في الزاوية، ببنية قوية وعضلات مصقولة وطباع شامخة. خفض الحصان رأسه بالفعل ليدعها تمسح عليه، فقالت إنه حصان جميل، ثم التفتت لتنظر إلي. كان في عينيها الجليديتين حماس، طفل عثر على لعبة مثالية وتطلب مني الإذن بصمت، فابتسمت وأشرت للتاجر بحماس. طلبت ذلك الحصان بالإضافة إلى 9 التي كانت تعاينها، أردتها كلها وطلبت منه تحديد السعر، فالتاجر أعقل من أن يلعب حيلته الآن. أعطاني سعرا عادلا، فدفعت له بالفضة وأمرته بإرسال الخيول جميعها إلى مقر الحامية الشمالية. كانت تشين روشوا متألقة وقفزت على ظهر حصانها الأسود الجديد بقفزة واحدة سلسة. برداء أسود على حصان أسود، بدت في كل تفصيل كإلهة حرب متجهة للميدان. وعندما التفتت لتنادي علي، وجدتني واقفا بجوار حصاني البني ممسكا بالعنان دون أن أتحرك للركوب. سألتني لماذا لا أركب، فحككت أنفي في حرج. الأمر محرج قليلا، لكنني اعترفت بشجاعة بأنني لا أعرف ركوب الخيل. فساد صمت تام، وظلت تحدق فيه وكأنما نبتت لي ذراع ثالثة. الرجل الذي ركل بلطجيا وغير حياته للأبد، والذي دمر حصنا كاملا لقطاع الطرق بمفرده، لا يستطيع ركوب حصان. ثم استوعبت الأمر، وتذكرت أنني كنت مقعدا ومريضا طوال حياتي قبل هذا. من الطبيعي أنني لم أتعلم أبدا، فتنهدت وربتت على المساحة خلفها على السرج، وقالت بتردد واضح: أصعد. كانت كلماتها معزوفة جميلة لقصتي. رميت العنان لعامل الإسطبل وقفزت خلفها بحركة واحدة سلسة. بمجرد أن استقررت، التفت ذراعي بشكل طبيعي حول خصرها النحيل، واتسق صدري بالكامل بظهرها. عبر طبقتين رقيقتين من القماش شعرت بدفئها وتسارع دقات قلبها وتصلب عضلاتها المتوترة. صرخت بي أن أبعد يدي، فرددت بأنني بحاجة للإمساك بها كي لا أسقط، فهذه مرتي الأولى على ظهر حصان. تظاهرت بالخوف، وعرفت هي أن كلامي محض هراء، لكن لم يكن بوسعها مجادلة المنطق. لم يكن أمامها سوى الضغط على أسنانها وتحمل ذراعي المقفلتين حول خصرها وكفي المشتعلين عند بطنها. وعندما بدأ الحصان بالخبب، كانت كل قفزة تضغط صدري بقوة أكبر نحو ظهرها. أرحت ذقني على كتفها واقتربت من أذنها، أسألها بأسئلة بريئة وبصوت مخلص للغاية عن الطريقة الصحيحة لركوب الخيل. يا سيدة ثانية، كيف أتمسك بساقي؟ وكيف أحافظ على توازني؟ بينما كانت أنفاسي الدافئة تداعب أذنها باستمرار. أحمر عنقها وكتفاها وظهرها بالكامل، وكانت تهتز حرفيا بمزيج من الغضب ومشاعر أخرى، وهي تطلب مني الجلوس بثبات. صرخت بين أسنانها أن أتوقف عن الحركة، فوافقتها بمسكنة وشددت ذراعي حولها أكثر قليلا. بعد فترة من المسير قطمت حاجبيها فجأة وتململت بعدم ارتاح، وسألتني عن الشيء الموجود على حزامي. طلبت مني إبعاد الخنجر لأنه يغزوها، فرمشت ببراءة وأخبرتها أنني لا أحمل خنجرا، فتوقفت قليلا لتستوعب الأمر، ثم انفجرت الحقيقة. ضربتها الحقيقة كالصاعقة، وتحول لون وجهها من الوردي إلى القرمزي ثم الأرجواني تقريبا. وفي تلك اللحظة بالذات جفل الحصان وصهل بصوت عال اندفعت تشين روشوا على إثره للأمام، ثم ارتدت بقوة مع قفزة السرج إلى الخلف تماما فوق الشيء الذي لم يكن خنجرا بالتأكيد، فتصلب جسدها بالكامل وتوقف عقلها عن التفكير. وأنا واثق أن عقلي توقف أيضا حتى وصلنا أخيرا إلى سوق المحاربين بالبوابة الغربية. كادت تشين روشوا تطير عن ظهر الحصان. لحظة توقفنا، رافضة النظر إلي بوجه يشتعل حمراء، وغادرت وسط الزحام بغضب دون أن تنطق بكلمة. تفقدت النظام، فوجدت أن مستوى قربها قفز 10 نقاط أخرى ليصل إلى 70، والحالة ركوب مشترك. كانت جولة الخيل تلك مثمرة للغاية. اشتريت قرصين من الخبز المحشو باللحم من كشك قريب وتبعتها إلى الداخل، وحين عثرت عليها كانت قد تحولت مجددا بالكامل إلى ابنة الجنرال، باردة كالجلبد. كانت تقف أمام المقاتلين باحترافية تامة، وكأنها ولدت خصيصا لتكون في موقع القيادة. مررت لها قطعة من الخبز بهدوء، تجمدت ملامحها، وتذكرت حادثة الحصان بوضوح محاولة الرفض، لكن معدتها أصدرت صوتا مدويا فضح جوعها. خطفت الخبز من يدي بسرعة وعضت عليه وكأنها تنهش لحمي. مراقبتها وهي تجند الرجال كانت بمثابة درس احترافي في القيادة. كان هناك رجل ضخم يضرب صدره متفاخرا بقوته. رمقته بنظرة واحدة، ثم ابتعدت فورا.
أساسه ضعيف وتنفسه غير مستقر أبدا. اعترض طريقها بلطجي ضخم يحمل ساطورا حادا ونظر إليها بنظرات خبيثة، وقبل أن يكمل جملته كان سيفها يلامس رقبته بسرعة خاطفة. خيم صمت مميت على السوق بأكمله بعد تلك الحركة، ثم عثرت أخيرا على ما كانت تبحث عنه حقا. مجموعة من الرجال الهادئين يقفون في الظل، جنود حقيقيون. اقتربت من أحدهم بخطوات واثقة وسألته عن الوحدة التي خدم فيها. ارتجف الرجل قليلا ثم نطق بتسمية عسكرية قديمة. سألته فورا عن قائد معركة نهر المياه السوداء. امتلأت عيناه بألم عميق وأجاب بأن القائد هو النمر العظيم، كان ذلك لقب والدها شخصيا. أحمرت عيناها للحظة واحدة فقط قبل أن تستعيد رباطة جأشها، ثم اختارت 50 من المحاربين القدامى المتمرسين في القتال. كان مظهرهم قاسيا بملابس رثة ووجوه متعبة، لكن عيونهم كانت تحمل تلك النظرة الحادة، نظرة رجال قتلوا ونجوا من الموت. هؤلاء مقاتلون حقيقيون. وعندما استعدينا للعودة ربت على الحصان وابتسمت ساخرا، وسألتها إن كانت ترغب في الركوب معي مجددا. قفزت إلى الخلف 3 خطوات وكأن السرج مصنوع من جمر مشتعل، وأعلنت أنها ستمشي. قطعت طريق العودة بأكمله سيرا على الأقدام. بحلول الوقت الذي وصلنا فيه إلى بوابات القصر كان الظلام قد حل تماما، ثم انقلب كل شيء. خرج شخص صغير يتعثر نحونا من بين الظلام، يبكي ويصرخ بهلع. كانت تشيون إير، خادمة السوت الشينغ الشخصية، وشعرها في حالة فوضى عارمة. كانت ملابسها مغطاة بالتراب ووجهها ملطخا بالدموع. انهارت عند قدمي تماما وهي تصرخ بأن الأمر مروع يا سيدي. لقد تم اختطاف السيدة الأولى. تلاشت كل ذرة ضحك من جسدي فورا، وكأن أحدا انتزع مني الروح فجأة. أمسكت بها ورفعتها طالبا منها التمهل وإخباري بما حدث بالضبط. وبين شهقات البكاء بدأت في شرح التفاصيل. خرجت سو تشينغ اليوم لإدارة بعض شؤون المنزل وإيداع الذهب في البنك وشراء بعض المؤن الضرورية ومقابلة خبير بناء من أجل تشييد قاعة الأسلاف لأبي وإخوتي. كانت كل الأمور تسير بسلاسة تامة. لكن في طريق العودة خارج بوابات المدينة مباشرة نصب لهم رجال مقنعون كمينا من بين الأشجار. أسقطوا الحراس أرضا واختطفوا سو تشينغ. لقد تركوا رسالة. خطفت الورقة المجعدة من يديها المرتجفتين بقوة. خط يد أعوج يطلب مني القدوم إن أردت إنقاذها. علي المجيء إلى منحدر صخرة الفوضى في جبل الرياح السوداء بمفردي، وإن أحضرت أي شخص معي فسأستلم جثتها فقط. انقطع شيء ما بداخلي. انفجرت من جسدي نية قتل مرعبة للغاية. كانت قوية لدرجة أن المحاربين 50 الجدد، هؤلاء الرجال الأشداء الذين زحفوا من ساحات معارك حقيقية، شحبوا تماما وبدأوا يكافحون لالتقاط أنفاسهم. كلمتان باردتان كالقبر. سو تشينغ، أول شخص أظهر لي الدفء في هذا العالم القاسي، المرأة التي أدارت منزلي بعناية، التي نادتني بزوجي بتلك الابتسامة الخجولة، والتي تحمل طفلي، شخص ما تجرأ وأخذها. كانت تشيان روشوا بجانبي فورا، سيفها مسحوب ووجهها شاحب من الغضب، تعلن أنها ستأتي معي. أمسكت بمعصمها بقوة. لا، ستبقين هنا. صرخت غاضبة كيف أبقى وقد تم اختطافها. استدرت لأواجهها مباشرة، ومهما كان الشيء الذي لمحته في عيني فقد جعلها تتجمد في مكانها. لقد طلبوا حضوري بمفردي فقط. قد يكون هذا فخا دنيئا. يستدرجونني للخارج ثم يهاجمون القصر وهو بلا دفاعات. 7 من أخوات زوجتي ما زلن بالداخل، وعشرات الخدم الذين لا يجيدون القتال. إذا غادرنا معا وكان هذا مجرد إلهاء فسيموت الجميع هنا بلا شك. تلاشى الغضب من وجهها بمجرد أن استوعبت المنطق. استدرت نحو الجنود 50 وخرج صوتي حادا وقاطعا وكأنه فولاذ متجمد. من هذه اللحظة ستتبعون أوامر السيدة الثانية. أغلقوا البوابات، لا أحد يدخل أو يخرج، وإذا هاجمكم أي شخص اقتلوهم جميعا. وأجابوا بنعم سيدي. زأر 50 صوتا برد واحد، وقد اشتعلت دماء المحاربين في عروقهم. نظرت إلى تشين روشو للمرة الأخيرة. تخفف الغضب القاتل في عيني قليلا ليحل محله ثقل كل شيء كنت أأتمنها عليه في هذه اللحظة. أخبرتها بوضوح أن العائلة بأكملها بين يديها، ثم اختفيت تماما في ظلام الليل. تلاشت خطواتي، وكنت أعلم جيدا أن تشين روشوا ستتماسك وتحمي القصر من خلفي. إنها ابنة جنرال عظيم، وفي اللحظة التي غادرت فيها ستتحول إلى العمود الحديدي الذي يسند كل شيء هنا. وقد فعلت ذلك حقا. كنت أسمعها تصرخ بإصدار الأوامر الصارمة قبل أن أبتعد حتى عن مرمى السمع. تم إغلاق البوابات ونشر الرماة على الأبراج وتنظيم الدوريات وجمع كل النساء في القاعة الرئيسية.
في غضون دقائق حولت 80 فدانا من العقارات الفاخرة إلى قلعة حصينة. هؤلاء المحاربون ال50 الذين جندناهم للتو كانوا يتبعونها بالفعل وكأنها كانت تقودهم لسنوات طويلة. لكن لم أستطع التفكير في ذلك الآن. ركضت مسرعا عبر الشوارع المظلمة لمدينة الرياح السوداء وكأنني شبح غاضب. صدقوني، هنا تغيرت قواعد اللعبة بأكملها. لا شيء سوى الغضب البارد يدفعني للأمام. الضحك والمزاح والمرح كل ذلك اختفى. لم يبق سوى الجليد يسري في عروقي. أجبرت نفسي على التفكير بوضوح رغم الغضب الذي يصرخ داخل جمجمتي. من فعل هذا؟ هل هم قطاع الطرق المتبقون من قلعة الرياح السوداء؟ لا، لقد سحقتهم تماما. ماذا عن بلطجية وانغ دابا؟ هؤلاء الأغبياء لا يمتلكون العقول أو الشجاعة الكافية لذلك. عصابة أخرى في المدينة، هذا احتمال وارد جدا. أم أنهم نفس الأشخاص الذين تجرؤوا على تسميم إخوتي وتدمير عائلة لين في المقام الأول؟ جعلتني تلك الفكرة الأخيرة يغلي دمي غضبا حتى كدت أفقد بصري. كلما تخيلت زوجتي سو تشينغوا، ابتسامتها الرقيقة وصوتها الخجول وهي تناديني زوجي، والجنين الذي ينمو بداخلها كان دافع القتل يزداد كثافة في صدري. هي دفئي الأول في هذا العالم، وتحمل الأمل الأول لمستقبل عائلة لين، ولكم تجرأ أحدهم على اختطافها. وصلت جبل الريح السوداء بأسرع مما تخيلت. منحدر الصخور المبعثرة، صخور حادة متراكمة عند قدم الجبل يغمرها ضوء القمر الباهت. كان قطاع طرق يستريحون خلف صخرة، يشربون خمرة رخيصة ويتسامرون. أحدهما يعلو وجهه ندبة والآخر نحيل بوجه جرذ. سمعت كل كلمة وأنا أقترب بصمت. ذو الندبة يشتكي من حذر زعيمهم الزائد. مجرد شاب وسيم، لماذا نكلف أنفسنا باختطاف زوجته؟ كان يجدر بنا اقتحام قصره وقتله. ضحك وجه الجرذ. يقول الزعيم إن الفتى خطير، فقد قضى على عصابة الطغاة بمفرده، ولهذا استغللنا زوجته كطعم. نمرره إلى الجبل ليقطعه 100 أخ إربا. بصق ذو الندبة أرضا وقال عندما يظهر: سنبتزه أولا. سمعت أنه نهب خزانة العصابة، فنطلب 100 تيل كرسوم إرشاد، وإذا رفض نبدأ بقطع أصابع زوجته. خرجت من بين الظلال، وضوء القمر يلف وجهي، ملابس سوداء، قامة منتصبة، ولا أثر للدفء في ملامحي. رآني ذو الندبة أولا، ابتسم بسخرية وأمسك بنصله وتبختر نحوي: أأنت لين الذي جاء لإنقاذ زوجتك الجميلة؟ بالتأكيد. سلمنا أولا 200 لي ولصديقي، اجعلنا مسرورين، وربما ندعك تراها لآخر مرة. كان لا يزال يتكلم عندما تحركت. تلاشت مسافة 3 أمتار في طرفة عين. أطبقت يدي على حنجرته قبل أن تتسع عيناه صوت انكسار. انكسرت رقبته كغصن يابس، وما لرأسه جانبا بزاوية لا تنثني إليها الأعناق. تجمدت ابتسامته المغرورة للأبد على وجهه الميت. ألقيت جثته كالقمامة دون اهتمام، وثبت نظري على وجه الجرذ. سقطت قارورة خمرته أرضا، وهو يشاهد شريكه القاتل المتمرس تكسر رقبته كدجاجة في أقل من ثانية. حاول الصراخ فلم يخرج منه صوت. انهارت ساقاه وخر جثوا على ركبتيه. دونني على الطريق كلمتان أبرد من أي شيء قلته عبر حياتين. ظل جاثيا يرتجف ويهمهم لا تقتلني، يكررها برعب شل حركته. تقدمت وصفعته بقوة على وجهه. أدارته قوة الصفعة، فانتفخ خده فورا وتناثرت أسنانه ودمائه من فمه. أعاده الألم للواقع، فنظر في عيني الملطختين بالحمرة والخاليتين تماما من الرحمة ليفهم أخيرا من يواجه. ليس إنسانا بل شيطانا خرج من الجحيم ليحصد الأرواح. راح يرتعد. سأرشدك، سأقودك فورا. من هنا يا سيدي. نهض متعثرا واندفع صاعدا. الممر الجبلي الخفي يركض هربا بحياته، مرعوبا من أن تباطؤه لرمشة عين قد يكلفه قطع رأسه. قادني قطاع الطرق ذو وجه الجرذ إلى أعماق جبل الريح السوداء، نحو حصن يدعى معقل السحاب الأسود، أكبر وكر للقطاع في الجبل كله. وعندما وصلنا المدخل كانت البوابات مفتوحة والمشاعل تضيء المكان كالنهار. اصطف أكثر من 100 مسلح من قطاع الطرق على الجانبين، مشكلين ممر من الشفرات. أرادوا إرهابي، فدخلت بمفردي بخطى ثابتة وملامح جامدة. كل من التقت عيناه بعين جفل وقبض على سلاحه بقوة. وعلى منصة مرتفعة في الطرف الأقصى جلست الرأس المدبرة لكل هذا، امرأة ضخمة تدعى وونغ سانجاو. كانت ملاءة لكرسي من جلد النمر، وعيناها أشد قسوة من أي رجل هناك. هي زعيمة معقل السحاب الأسود، وإلى جانبها على كرسين أصغر جلس وجهان مألوفان، وونغ دابا وونغ إربا، الشقيقان اللذان دمرتهما. استغل دابا آخر 5 تيلات فضية ليرسل رسالة لأخته.
جلبتهما إلى هنا وحاولت علاج دابة لكنها فشلت، والآن أصبح الشقيقان معاقين للأبد. أرادت الانتقام بصلابة وكانت خطتها بسيطة ولكنها فعالة. علمت من شقيقيها أنني قوي للغاية، فاختطفت زوجتي سوتشينغوا لاستدراجي بمفردي، رجل واحد ضد 100. حتى أنا لا أستطيع الفوز بهذه الاحتمالات وزوجتي رهينة. وفي منتصف القاعة كان هناك قفص حديدي كبير، بداخله كانت سوتشينغوا غائبة عن الوعي، ثيابها مجعدة وشعرها منسدل وسط الأوساخ. كانت جميلة بشكل يمزق القلب. كان القطاع ينظرون إليها كالذئاب، يطلقون تعليقات مقززة عما سيفعلونه بها بعد قتلي وسط هتافات المشجعين. سيكبلونني ويجبرونني على فتح عيني لأشاهد كل رجل من رجالها يستبيح زوجتي بالدور. أرادت لي الموت من الخزي واليأس. أما وونغ إربا الذي شهد قوتي بنفسه فشد كم أخته بيدين ترتجفان ورجاها أن تترك سوتشينغوا. إنه ليس بشرا، إنه شيطان. صفع وونغ دابا أحدهم على وجهه بقسوة. ظنوا أن فتى واحدا لا يمكنه فعل شيء أمام 100 رجل وشقيقتهم. كانوا مخطئين تماما. مشيت بهدوء عبر صفوف قطاع الطرق المدججين بالسلاح، لكن عيني لم تري سوى شيء واحد فقط، القفص الحديدي والمرأة القابعة بداخله. فتح الدليل ذو الوجه الجرذي فمه، ربما أراد التباهي بتسليمي لهم كفريسة سهلة، لكن قبضتي سحقت جمجمته قبل أن يتمكن من نطق كلمة واحدة. انفجر رأسه تماما مثل بطيخة هشمها ضرب مطرقة عملاقة. تناثرت شظايا العظام والدماء على الأرض. انهار جسده مقطوع الرأس وظل يرتجف. في تلك اللحظة صمت كل صوت في ذلك الحصن فجأة. 100 رجل كانوا يتعطشون للدماء. صمت تماما. القشعريرة الباردة التي اجتاحت أجسادهم لم تكن بسبب رياح الجبل القاسية، بل من الرعب الخالص. تجمدت ابتسامة وونغ سانجاو المتعجرفة على وجهها. لم تكن تخطط أبدا لحدوث شيء كهذا. توقعت رؤية رجل يائس مستعدا للتوسل، وليس شيطانا يقتل دون أن يرف له جفن، لكنها استعادت رباطة جأشها بسرعة. ضربت القفص الحديدي بساطورها الضخم لتصدر رنينا معدنيا مزعجا، ثم وجهت النصل الحاد مباشرة نحو جسد سوتشينغوا الفاقدة للوعي. صرخت طالبة مني التوقف، وإلا قتلتها. توقفت مكاني. ابتسمت هي بمكر، ظنا منها أنها استعادت السيطرة على الموقف بالكامل. أشارت إلى شقيقيها المعاقين وبدأت تملي شروطها. سألتني إن كنت أريد إنقاذ زوجتي الغالية إذن يجب أن أركع على ركبتي. أمرتني بالزحف نحوهم وتقديم فروض الطاعة لشقيقيها، ثم لعق أسفل أحذيتهم وتنظيفها تماما بلساني أمام الجميع. أضافت أنها ربما تسمح لزوجتي الصغيرة بالموت السريع بدلا من التعذيب البطيء إن كان مزاجها جيدا. خطتها الحقيقية كانت مكشوفة تماما أمامي. بمجرد أن أركع سيهاجمني رجالها ويقيدونني بلا رحمة، ثم سيجبرونني على مشاهدة 100 من قطاع الطرق يعتدون على سوتشينغوا واحدا تلو الآخر حتى ألفظ أنفاسي من شدة القهر واليأس. ظنت أنها حاصرتني في الزاوية، لكنها كانت مخطئة تماما. وقفت مكاني أقيم الموقف بهدوء. هناك حوالي 130 لصا مدججا بالسلاح يقفون بيني وبين ذلك القفص الحديدي. وقفت وونغ سانجاو بجانبه وساطورها جاهز لضرب سوتشينغوا في اللحظة التي أتحرك فيها. هناك مسافة 10 أمتار تفصلنا، وحتى مع سرعتي الفائقة يمكنها بسهولة قتل زوجتي قبل أن أصل إليها. أي هجوم مباشر سيتسبب في مقتل سوتشينغوا على الفور. كنت بحاجة لخطة أخرى، وعقلي بدأ بالبحث سريعا. استعرضت كل سلاح أملكه وكل خدعة وكل ميزة ممكنة، ثم تذكرت فجأة وميض ضوء ذهبي يلمع في زاوية وعيي الداخلي. حزمة الهدايا التي حصلت عليها حين أعلن النظام عن حمل سوتشينغوا. لقد نسيتها تماما وسط كل هذه الفوضى العارمة. فتحتها في الحال. تعويذة تثبيت روح الكون، أداة أسطورية تستخدم لمرة واحدة فقط. عند تفعيلها يتجمد كل شيء ضمن دائرة نصف قطرها 100 متر في توقف زمني مطلق ل3 نبضات قلب. كل شيء يتجمد باستثناء أنا. 3 دقات قلب، هذا كل ما أحتاجه. لاحظت وونغ سانجاو تغيرا في ملامحي، فبدلا من الخوف أو اليأس كنت أبتسم ببرود. ابتسامة باردة ومرعبة. لقد أساءت فهمها واعتبرتها استسلاما. سألتني بسخرية إن كنت مستعدا لأصبح كلبا، لكن الأوان قد فات. صرخت فجأة بأنها غيرت رأيها، وحتى لو زحفت ولعقت أحذيتهم فإنها ستنهي الأمر، لكنها لم تتمكن أبدا من إكمال تلك الجملة.
ظهرت تعويذة ذهبية مغطاة برموز متوهجة في يدي، سحقتها بلا تردد ثم حدث الانفجار. اندفعت موجة غير مرئية من جسدي، توقف العالم بأسره وتجمد كل شيء، وبقي ساطور وونغ سانجاو المرفوع معلقا بلا حراك في الهواء. حتى اللعاب المتطاير من فم أحد اللصوص الصارخين طفى في مكانه عاكسا ضوء النيران. توقفت ألسنة اللهب عن الرقص وتعلقت ذرات الغبار في الهواء. ماتت الرياح فجأة، لا شيء يتحرك أو يتنفس سواي أنا. مع النبضة الأولى قطعت المسافة بالكامل نحو وونغ سانجاو في ومضة، ومع النبضة الثانية انتزعت الساطور الضخم من يديها المتجمدتين بقوة. النبضة الثالثة لوت الساطور بكل قوتي نحو عنقها الغليظ، ثم عاد الزمن للسريان. انفجرت نافورة ضخمة من الدماء من مكان رأسها المقطوع لتندفع عدة أمتار عاليا في الهواء بلمح البصر. طار رأسها الضخم مع تعبير الصدمة وعدم التصديق المطبوع عليه بوضوح، ليرتد مرتين بقوة ويتدحرج بعيدا على الأرضية الترابية. ثم انهار جسدها الجبلي مقطوع الرأس بقوة ليغرق المنصة بأكملها باللون الأحمر الداكن. تجمد كل لص في الحصن، ليس بسبب السحر هذه المرة، بل من الصدمة الخالصة. قبل ثانية كانت زعيمتهم التي لا تقهر تسيطر على كل شيء، والآن أصبحت بلا رأس. لم يستطع أحد استيعاب ما حدث للتو. صرخ وونغ دابة، أولا صرخة حادة ومروعة غير طبيعية. رأى رأس شقيقته المقطوع على الأرض ففقد عقله تماما، وأشار نحوي وهو يعوي طالبا: قتلي من يقتلني، سيحصل على كل شيء، الذهب والنساء وكل شيء آخر. تغلب الجشع على الخوف، فزمجروا أكثر من 100 لص واندفعوا نحوي من كل اتجاه. موجة سوداء من الشفرات والغضب العارم تندفع نحو المنصة. نظرت إلى وونغ دابا ووجهت له لكمة واحدة فقط. مزقت القوة المركزة لتلك اللكمة رأسه تماما مثل بطيخة فاسدة. تناثرت الدماء والأدمغة على وجه وونغ أوربا الذي جلس متجمدا في كرسيه عاجزا حتى عن الصراخ من شدة الرعب. ثم انقضت الحشود علي بينما كانت سو تشينغ خلفي مباشرة في ذلك القفص. لم يكن بإمكاني التراجع خطوة واحدة للوراء، وأي معركة طويلة تعني المزيد من المخاطر والمتغيرات والفرص لحدوث خطأ كارثي لا يمكن تداركه. كان علي إنهاء هذا الأمر برمته في هذه اللحظة فورا. وجهت كل قطرة من طاقتي عبر تقنية التنين والعنقاء مباشرة نحو مهارة مرعبة لم أستخدمها من قبل، الهدية التي حصلت عليها بفضل نتيجة جمال سو تشينغوا المثالية، قوة التنين العظيم. زأرت بقوة، وخلفي تجسد ظل تنين أحمر دموي هائل من العدم، مطلقا صرخة مرعبة تجمد الدماء في العروق. ثم وجهت ضربتي موجات صدمة قرمزية مرئية انفجرت من جسدي لتسحق كل اتجاه بلمح البصر. قطاع الطرق في المقدمة لم يملكوا حتى وقتا للصراخ، أجسادهم انفجرت ببساطة وتحولت إلى ضباب أحمر عند الاصطدام. أما من وقفوا خلفهم فقد تلقوا الضربة التالية، عظامهم تتهشم وأعضاؤهم تذوب بالكامل، أجسادهم تتفجر وكأن أسلحة حصار ضخمة قد سحقتهم للتو. ضربتهم مرارا وتكرارا 3 ضربات متتالية براحة يدي تحمل قوة تنين عظيم لا تقهر. مشهد دموي بامتياز، أصوات الصراخ والتحطم والانفجارات الدموية للجسد، كل ذلك امتزج في سيمفونية مرعبة واحدة هزت أرجاء الجبل بأكمله. أعمدة دعم القاعة الرئيسية انكسرت من موجات الصدمة، وحدها المبنى بأكمله ينهار ليسحق العشرات تحت أنقاضه بدم بارد. عندما انقشع الغبار تحولت القلعة إلى جحيم على الأرض، أشلاء متناثرة في كل مكان. أنهار من الدماء تجري، رائحة الحديد كانت كثيفة جدا لدرجة أنها غلفت لساني بالكامل. وهنا بدأ الانهيار التام. أقل من 10 من قطاع الطرق بقوا واقفين وقد فقدوا عقولهم بالكامل، صرخوا بهلع أشباح وشياطين، ألقوا أسلحتهم وهربوا في كل اتجاه ممكن. طاردتهم واحدا تلو الآخر بهدوء، لكمة واحدة تهشم جمجمة بالكامل، وضربة براحة اليد تخترق صدرا وتنهي كل شيء. كنت الموت بحد ذاته، أمشي وسط الدمار الذي صنعته بيدي لأحصد بهدوء الأرواح القليلة المتبقية. لا ناجين ولا حتى شخص واحد. عندما سقط آخر لص عند البوابة بجمجمة محطمة، صمت معقل السحابة السوداء بأكمله تماما. رفعت نظري نحو المنصة ببرود نحو القفص الحديدي ونحو المرأة التي تقبع بداخله. تلاشى غضب القتل من عيني سريعا ليحله قناع مختلف تماما، حنان وارتياح غامر يخفي حقيقتي، بينما كانت القلعة مجرد مسلخ بشري. الدماء تغطي كل شيء والأشلاء متناثرة عبر الأرض. رائحة الموت الكثيفة تكفي لخنق أي شخص.
الشخص الوحيد الذي بقي حيا كان وانغ أوربا، منهارا بجوار كرسي جلد النمر، غارقا في قذارتي ويرتجف برعب مثل ورقة شجر. مشيت نحوه عبر برك الدماء، كل خطوة تردد صداها في الصمت القاتل، ثم جثوت بهدوء أمامه مباشرة. كان وجهي هادئا جدا، لا غضب ولا قسوة، بل فراغ تام، وذلك أخافه أكثر من أي زئير وحشي. هل تملك عائلتك أي أقارب آخرين في أي مكان؟ أي شخص يجب أن أعرفه؟ لقد فهم فورا ما كنت أسأل عنه. كنت أضمن ألا يبقى أحد لينتقم. صرخ باكيا: لا أحد، أرجوك، أنا لا شيء، دعني أذهب حسنا، لقد حصلت على إجابتي. وضعت يدي بلطف شديد على مؤخرة عنقه. لقد شعر بدفء راحة يدي والقوة التي لا يمكن إيقافها الكامنة خلفها. طقطقة ناعمة واحدة، سقط رأسه وغادر النور عينيه للأبد. وهكذا انتهى أمر أشقاء وونغ الثلاثة تماما. وقفت ببرود دون أن أنظر حتى إلى الجثة، ومشيت نحو القفص الحديدي. كل الغضب وشهوة الدماء التي كانت تحترق بداخلي تلاشت تماما في اللحظة التي نظرت فيها إليها. لم يبق سوى حسرة القلب التي يجب إظهارها. كانت سو تشينغ متكورة على نفسها داخل ذلك القفص، ملابسها مجعدة ومتسخة، وشعرها الجميل فوضوي، وآثار الدموع واضحة على وجهها الشاحب. وحتى في هذه الحالة المزرية كانت تبدو مذهلة. كان جسدها يرتجف أثناء نومها، محاصرة تماما في كابوس مروع. حطمت القفل الفولاذي الثقيل بلكمة واحدة، ثم فتحت الباب بلطف لانتشالها. كانت خفيفة جدا في ذراعي قبل أن تستيقظ فجأة وهي تصرخ بهلع طالبة مني ألا ألمسها أبدا. صرخت: لابتعد. تخبطت وركلت، دافعة إياي بكل ما أوتيت من قوة، فقد اعتقدت بسذاجة أنني أحد قطاع الطرق. ذلك الرعب في عينيها حطم قلبي. همست: تشينغ، هذا أنا. عانقتها بقوة كي لا تؤذي نفسها، ووضعت خدي على جبهتها هامسا في أذنها: إنه زوجك، أنا هنا، لقد انتهى كل شيء، أنت بأمان الآن. صوتي ورائحتي شيء مألوف. اخترق أخيرا جدار الخوف لديها لتبدأ عيناها بالتركيز، وبمجرد أن رأت وجهي انهارت تماما. لفت ذراعيها حول عنقي ودفنت وجهها في صدري مباشرة، وهي تبكي بحرقة شديدة لدرجة أن جسدها بأكمله كان يرتجف بقوة بين يدي. كل ذلك الرعب من الاختطاف، وكل ذلك العجز التام، وكل ذلك الارتياح بالإنقاذ تدفق في موجة تلو الأخرى من الدموع. بكت باسمي لينمو، قائلة إنها كانت خائفة جدا، فهمست: لا بأس، أنا هنا. انتهى الأمر الآن. عانقتها وربت على ظهرها مرددا نفس الكلمات المهدئة مرارا وتكرارا، حتى بكت أخيرا لتستسلم للنوم العميق بين ذراعي. بدت منهكة تماما، فخلعت ردائي الخارجي الذي كان غارقا بدماء ليست لي، ولففتها به بعناية شديدة، تاركا فقط وجهها الملطخ بالدموع ظاهرا. ثم حملتها بهدوء نزولا من منصة الجثث تلك لنعبر القلعة المدمرة بالكامل ونخرج نحو عتمة الليل البارد. لم أنظر خلفي ولو لمرة واحدة. ذلك الوحش الذي قتل 130 رجلا بيديه العاريتين، لم يكن هذا هو الدور الذي ألعبه الآن. كنت مجرد رجل وديع يحمل زوجته عائدا للمنزل. بالعودة إلى القصر كانت البوابات تتوهج بالنور. وقفت تشين روشوا في المقدمة كتمثال منحوت من الجليد البارد، ويدها على سيفها، مدعومة بصفوف من الجنود المسلحين. لقد حمت قلعتنا بشكل مثالي. عندما رأتني أقترب اتجهت عيناها نحو سو تشينغ بين ذراعي، ثم إلى الدماء التي تغطي كل شبر مني. شحب وجهها وصرخت تسأل إن كانت خائفة، وأمرت بإحضار طبيب فورا. سارع الوكيل المذعور لإرسال شخص ما، بينما حملت سو تشينغ مباشرة وبكل هدوء إلى غرفتها. تبعنا بقية زوجات إخوتي بوجوه مشدودة بالقلق. استطعت أن أشعر بنظرات تشين روشو تحرق ظهري طوال الطريق. قلق جدا على أختها الكبرى. نعم، لكنني التقطت شيئا آخر في نظرتها الثاقبة أيضا. لقد كانت قلقة علي، وسرعان ما وصل أفضل طبيب في المدينة وهو يبدو مرعوبا. وقفت فوق الطبيب أثناء فحصه لسو تشينوا، ونظراتي الدموية الحادة جعلته يتصبب عرقا حتى ياقته. بعد فحص نبضها زفر الطبيب بارتياح. هي مجرد خائفة ولم تتعرض لأي أذى حقيقي. بعض الأدوية المهدئة وأيام قليلة من الراحة ستجعلها بخير. تنفس الجميع السعداء، وعضلاتي المتشنجة ارتخت أخيرا قليلا. ثم ابتسم الطبيب وانحنى مجددا. مبارك يا سيدي، السيدة تحمل طفلا. الحمل لا يزال في بدايته، والخوف أثر عليها قليلا، لذا سأصف لها دواء لتثبيت الحمل. مع الرعاية المناسبة ستنجب طفلا بصحة جيدة. عم الصمت المطبق أرجاء الغرفة تماما.
اتجهت كل الأنظار نحو بطن سو تشينوا. تخيلوا معي هذه اللحظة، إنها تحمل ورث عائلة لين الأول. كانت تعابير تشين روشا معقدة جدا، صدمة ومضة حسد ربما لم تدركها حتى، ولكن في الغالب كانت سعادة حقيقية غامرة. سلالة عائلة لين ستستمر، أبي وإخوتي يمكنهم الآن أن يرقدوا بسلام. دسست سبيكة فضية في يد الطبيب طالبا منه استخدام أفضل دواء، وبعد رحيل الجميع جلست بمفردي بجوار سريرها. بللت قطعة قماش دافئة ومسحت بعناية كل أثر للدموع والأوساخ عن وجهها النائم بلطف شديد وكأنها مصنوعة من زجاج. وفي نومها مدت يدها بعشوائية تهمس باسمي في الفراغ. لا ترحل يا زوجي، أنا خائفة. شعرت بألم عميق في صدري فأمسكت بيدها الصغيرة الناعمة بقوة. أنا لن أذهب لأي مكان، أنا هنا وسأحرسك. استيقظت سو تشينو بعد الظهر وكان ضوء الشمس يتسلل عبر الستائر. كانت رائحة الأعشاب المهدئة تملأ الغرفة وكل شيء بدا هادئا تماما. أدارت رأسها لتجدني جالسا بجوارها أغفو وأنا متمسك بيدها بعناد، لم أتركها طوال الليل أبدا. وبمجرد أن تحركت استيقظت فزعا. عادات قديمة من الليلة الماضية. أصبحت نظراتي حادة للحظة قبل أن تلين عندما أدركت أنها هي مستيقظة وبخير. سألتها عن حالها فطلبت مني أن أرتاح. أخبرتها أنني مصنوع من حديد، ثم التقطت وعاء الدواء المر الذي تركه الطبيب. حان وقت الدواء يا سيدتي. الطبيب يقول إنه مفيد لك وللطفل. جعدت أنفها وحاولت التراجع متذمرة من مرارته الشديدة. صرخت بأنها لا تريد شربه، ثم تجمدت فجأة. سألتني عما قلته للتو مفيد لي ولماذا. حدقت بي وهي ترتجف غير متأكدة مما سمعته، أو إن كنت ألعب حيلة أخرى. وضعت الوعاء بحذر وجلست على حافة السرير واضعا يدي بلطف على بطنها. طفلنا، أنت تحملين طفل عائلة لين. توقف عقلها عن العمل تماما. نظرت إلى يدي على بطنها، ثم إلى وجهي، ثم لبطنها مجددا، ثم أدركت كل شيء دفعة واحدة. فرحة الأمومة العظيمة ومعجزة استمرار سلالة عائلة لين من جديد. ثقل تحقيق أمنية والدي الأخيرة. انهمرت دموعها. أمسكت بذلك الدواء المر الذي رفضته وتجرعته حتى آخر قطرة دون تردد، ثم ألقت بنفسها بين ذراعي وبكت بحرقة على صدري. شهقت قائلة إنها في غاية السعادة، فابتسمت واقترحت أن نتحدث عن شيء ممتع، فعلينا اختيار اسم. اقتربت مني أكثر مبتسمة من خلال دموعها تسأل عن رأيي، فضربت فخذي بحماس درامي. إن كان صبيا سنسميه لين باتيان، حاكم السماوات. ما رأيك في هذه القوة؟ تجمدت تعابيرها اللطيفة تماما. لين باتيان يبدو كزعيم عصابة. حسنا، ما رأيك في لينو، فخر السماوات؟ يمكنك تقريبا سماع عظمة القدر فيه. بدأت عيناها بالارتعاش. حسنا، العرض الأخير. لينيان، صدقوني يا رفاق، لن أشرح المعنى الحرفي لذلك الاسم لنقل فقط، إنه كان غير لائق بالمرة. تحول وجه سو تشينوا بأكمله إلى اللون القرمزي من رقبتها حتى أذنيها. دفعتني بعيدا وأمسكت بوسادة وبدأت تضربني بها. مستحيل، هذا أوقح اسم سمعته في حياتي. صرخت تسأل عما دهاني. أمسكت الوسادة بسهولة متظاهرا بالألم العميق من قلة بصيرتها. أدارت وجهها ووجنتاها منتفختان مقاطعة الكلام معي، فلففت ذراعي حولها من الخلف وخفضت صوتي. حسنا حسنا، كنت أمزح فقط. استرخت قليلا ثم فتحت فمي الكبير مجددا. لكن بجدية يا تشينوا، هذه مجرد البداية. طفل واحد لا يكفي أبدا. أريدك أن تنجبي لي فريق كرة قدم كامل. فريق كرة قدم. رمت بعينيها في حيرة. من الواضح أنها لم تسمع بالمصطلح من قبل. إنها رياضة، فريقان على ملعب عشبي ضخم. تظاهرت بالحماس الشديد وأنا أشرح ببراءة كيف يضم كل فريق 11 لاعبا يركلون الكرة لتسجيل الأهداف. لكن عقل سوتش تكينغو توقف عند رقم 1 محدد، وراقبتها بهدوء وهي تعد ببطء على أصابعها الرقيقة. تحولت ملامحها من الحيرة إلى الصدمة ثم الغضب العارم. 11. امتدت يدها فجأة لتقرص خصري بقوة مدمرة وهي تصرخ في وجهي متسائلة إن كنت أعتبرها مجرد خنزيرة لتنجب لي 11 طفلا وتعلن رفضها القاطع للأمر. وفي وقت متأخر من تلك الليلة جلست وحدي في غرفة المكتب، حيث استقرت 3 صناديق ثقيلة مليئة بالكنوز التي نهبتها بذكاء من معقل السحابة السوداء المدمر. هناك في الزاوية، وهي ثروة تكفي لتمويل القصر لسنوات، لكن المال لم يكن هدفي الحقيقي حينها، بل فرحة حملها التي. حادثة اختطاف سوتشينغ كشفت حقيقة مرعبة وباردة. لم أعد قادرا على حماية الجميع بمفردي.
حالفني الحظ هذه المرة، ولكن ماذا عن المرة القادمة؟ ماذا لو هاجم الأعداء القصر أثناء غيابي؟ ماذا لو استخدموا خدعة تشتيت أخرى؟ أنا أملك يدين فقط، وعلي حماية 9 نساء إضافة لعشرات الخدم المنتشرين عبر 80 فدانة. رجل واحد لا يستطيع سد كل الثغرات. أحتاج إلى قوة عسكرية حقيقية موالية ومدربة وقوية بما يكفي للدفاع عن هذا المكان بدوني. أفكاري ظلت تعود وتدور حول شخص واحد فقط، إنها تشين روشا، المرأة التي يمكنها تمييز الجندي المخضرم وسط سوق مزدحم، ابنة الجنرال التي ولدت لتقود الجيوش ولكن لم تمنح لها الفرصة أبدا. كان علي التحدث معها حول خطة الدفاع فورا دون أي تأخير. قفزت من مكاني وتوجهت بخطى سريعة مباشرة نحو غرفتها. ما نسيته تماما هو أننا في منتصف الليل، وما تعمدت نسيانه لتستمتعوا بهذا المشهد هو أن أطرق الباب. ركلت الباب ودخلت لأجدها تستحم في حوض كبير تحيط بها أبخرة الأعشاب العطرية، وهي عارية تماما لتصرخ بي: أخرج أيها الحيوان. صرخت وغاصت في الماء حتى لم يعد يظهر منها سوى وجهها شديد الإحمرار وكتفيها. عيناها تشتعلان بغضب قاتل، لكنني تجاهلت صراخها الهستيري بالكامل واقتربت بخطوات واثقة من الحوض ونظرت إليها بأكثر تعابير الوجه جدية وصرامة يمكنني اصطناعها. لدي أمر في غاية الأهمية يجب أن أناقشه معك الآن. لقد صدمت من جديتي المفاجئة لدرجة أن غضبها قد توقف فعليا. عضت شفتها ورمقتني بنظرة مليئة بالشك متسائلة ماذا تريد. أخبرتها بالحقيقة. اختطاف سوتشينغ أثبت أنني لا أستطيع الحفاظ على سلامة الجميع بمفردي، وسألتها عن 100 جندي الذين قامت بتجنيدهم. 50 الأصليون و50 آخرون، أضافتهم بمبادرة شخصية منها في ذلك المساء. يا لها من امرأة ذكية. تحولت فورا إلى وضع القائدة المحترفة، حتى وهي جالسة في حوض الاستحمام. المجندون الجدد مقاتلون أقوياء، لكنهم ما زالوا يتأقلمون، لم يلتزموا بالكامل بعد. لذا عرضت خطتي: سنضاعف أجر الجميع بدءا من الغد، وسنقدم اللحم في كل وجبة في هذا العالم. الجنود الذين يأكلون ويتقاضون رواتب جيدة يقاتلون كالشياطين. لكنها ترددت. سألتني هل هذا ضروري حقا؟ فأجبتها بالتأكيد. لقد سيطرنا للتو على هذا القصر وأساسنا ضعيف والأعداء يراقبوننا. لا يمكن أن يحتوي دفاعنا على أي نقاط ضعف. ثم نظرت مباشرة في عينيها. سأضعك في المسؤولية الكاملة عن كل أمن قصر، الحامية الشمالية، التجنيد والتدريب والدوريات وتخطيط الدفاع. كل ذلك أصبح الآن ملكك. قراراتك وسلطتك الخاصة. لدي شرط واحد فقط: حولي هذا المكان إلى قلعة منيعة لا يمكن اختراقها. تجمدت في مكانها تماما سلطة كاملة وقيادة خاصة بها. كل ما حلمت به منذ طفولتها: قراءة النصوص العسكرية والتدريب بالأسلحة، ورغبتها في أن تكون مثل والدها، لكنها منعت دائما لكونها امرأة. لم يثق بها أحد بمسؤولية حقيقية كهذه من قبل. حينها تغير شيء ما في نظرة عينيها. للمرة الأولى لم تكن تنظر إلي وكأنني منحرف وقح، بل كانت تنظر إلي كشخص يستحق أن تتبعه وتثق به. هل تعتقد أنني لا أستطيع التعامل مع الأمر؟ استفززتها قائلا: ومن قال ذلك؟ جلست باستقامة مسببة إزاحة مثيرة للاهتمام للماء، قائلة: دفاع عن قصر صغير. هذه لعبة أطفال. أمهلني أسبوعين وسيكون هذا المكان منيعا. فأجبتها: ممتاز، أنفقي كل ما تحتاجين إليه. استمري في التجنيد، فالجودة تهم أكثر من الكمية. أومأت بالموافقة، ولبضع دقائق جميلة أجرينا محادثة مثمرة وحقيقية للغاية عن الاستراتيجيات والخدمات اللوجستية وهيكل القيادة. كانت منغمسة جدا في وضع التخطيط لدرجة أنها نسيت تماما أنها عارية في حوض استحمام وتتحدث إلى رجل. ثم لاحظت شيئا يدي. كانتا تفكان حزامي. تعطل عقلها وأعادت تشغيل لتصرخ: ماذا تفعل؟ كل قطرة احترام وإعجاب كانت تبنيها تجاهي تبخرت في لحظة واحدة. صورة القائد الجدير بالثقة تحطمت لتعود صورة المنحرف الوقح مجددا. حافظت على وجه جاد تماما. أثناء خلع ردائي الخارجي: منحك السلطة ليس كافيا، بل يجب عليك أن تصبحي أقوى أيضا. ماذا لو اقتحم قاتل ماهر المكان وأسقطك بحركة واحدة فقط؟ سيكون ذلك الموقف محرجا جدا لرئيسة الأمن الخاصة بنا. لذا ومن أجل ضمان تطورك السريع ليس لدي أي خيار آخر سوى التضحية بنفسي ومساعدتك بشكل شخصي ومباشر. في التدريب قفزت داخل حوض الاستحمام، وانفجر الماء كموجة مد عاتية ليغرق نصف أرضية الحمام.
يا لينو أيها الوغد الوقح أخرج من هنا. صرختها المدوية كان يمكن سماعها من خلف 3 جبال. بعد ذلك تمكنت تشين روشا من استجماع نفسها بالكاد لتلتقط بعض الملابس. كان شعرها فوضويا ووجهها أكثر احمرارا مما رأيته في أي وقت مضى، وكانت تمسك بسيف زهرة الشفقة وتضغط بطرفه الحاد على حنجرتي تماما. فرفعت كلتا يدي بهدوء معلنا استسلامي المطلق. قلت لها تمهلي يا زوجتي، قتل زوجك جريمة خطيرة لتصرخ بي أخرس أيها الحيوان الوقح. كانت عيناها تطلقان ألسنة اللهب حرفيا. كانت ترتجف من شدة الغضب، لكن مدفونا في مكان ما وسط كل ذلك الحنق أدركت وجود شيء آخر لا تريد الاعتراف به، نقطة ضعف ورعشة لم تستطع تفسيرها أو إخفاءها بالغضب وحده. انحنيت للأمام نحو النصل بدلا من التراجع وقلت أعلم أنك منزعجة، لكنني لم أكن أعبث فقط. ألم تشعري بذلك حقا؟ لقد تغير شيء ما داخل جسدك لترد بغضب. التغيير الوحيد هو أنني لا أستطيع المشي بشكل مستقيم. لقد كانت غاضبة جدا. لوحت بسيفها نحو طاولة قريبة لمجرد التنفيس عن غضبها، وهنا تغير كل شيء تماما. انطلقت نبضة من الطاقة الحمراء من النصل، شقت الهواء بلمح البصر، وقسمت طاولة الخشب الأحمر الصلبة إلى نصفين متساويين. أطقم الشاي انفجرت وتناثرت قطعها في كل مكان. صمت تام. حدقت تشين روشو في الطاولة المدمرة، ثم نظرت إلى سيفها، ثم عادت لتحدق في الطاولة مجددا بذهول. تجمد عقلها بالكامل. لقد انصدمت تماما. إطلاق طاقة السيف، هذا بالتأكيد ليس مستوى صقل الجسد العادي. هذا شيء تراه فقط في أساطير التدريب. عندما استخدمت تقنية التنين والعنقاء مع سو تشين أصبحت فقط أكثر جمالا وصحة. لكن جسد تشين روشو المعتاد على الفنون القتالية تفاعل بطريقة مختلفة كليا. التقنية ضاعفت قدراتها القتالية بشكل مرعب. تفقدت لوحة النظام الخاصة بها لأجد أن نسبة التقارب قفزت من 70 إلى 82. لكن الاكتشاف الحقيقي كان تأثير التدريب المزدوج المذهل على قدراتها الجسدية. استغليت اللحظة لصالحي فورا وأمرتها بحزم اجلسي وأغمضي عينيك الآن. استشعري ما يحدث داخل جسدك. كانت ترغب في قتلي قبل لحظات، لكن ضربة السيف التي شطرت الطاولة زلزلت كيانها بالكامل. بعد أن رمقتني بنظرة حادة وطويلة، جلست متربعة على السرير ووجهت تركيزها بالكامل إلى داخل جسدها. عقدت حاجبيها وبدأت تتحدث. هناك خيط أحمر رفيع من الطاقة يتدفق عبر مساراتي وهو دافئ جدا. وإصاباتها القديمة التي عجز الأطباء عن علاجها أخبرتني أنها تشعر بشفائها الآن. هذا بالضبط ما خططت له وتوقعته. طاقتي اخترقت جسدها عبر تلك التقنية وبدأت تقويها من الداخل لتعالج أضرار سنوات طويلة من التدريب الشاق. فتحت عينيها وهي تحدق بي بصدمة حقيقية وسألتني إن كانت طاقة السيف التي أطلقتها بسبب ما فعلناه وبسببي أنا. بالتأكيد. وقفت باستقامة مدعيا النبل والصدق التام وأخبرتها أن هذه مجرد البداية فقط. إذا واصلنا التدريب معا لن تطلقي طاقة السيف فحسب، بل ستحطمين الصخور بيديك العاريتين وتلكمين النمور وتركلين تنانين البحر. ربطت الأمر بسلاسة تامة بمسألة الدفاع عن القصر، وقلت لها فكري في الأمر جيدا. تخيلي أنك تطلقين طاقة سيف تقطع عشرات الأمتار بسهولة. من سيجرؤ على مهاجمة منزلنا حينها؟ ستكونين الحارس المطلق بلا منازع لقصر حامية الشمال. راقبوا جيدا كيف أوقعها في شباكي الآن. رأيت اللمعة في عينيها بوضوح. فتشين روشو مهووسة بالفنون القتالية، وأنا للتو لوحت بأعظم جائزة يمكن تخيلها لتسقط في فخي. كانت تتخيل نفسها بالفعل وهي تمزق الأعداء بأمواج من طاقة السيف، وتحول القصر إلى قلعة حصينة لا يمكن اختراقها أبدا. لقد نسيت تماما أن تكون غاضبة مني. ثم تنهدت بشكل درامي وقلت هناك مشكلة واحدة فقط في تقنيتي، إنها تتطلب انسجاما عاطفيا عميقا بين كلا الشخصين. وبصراحة تامة رابطتنا الحالية لا تزال ضعيفة جدا، ولهذا السبب خرجت الطاقة عن السيطرة ودمرت تلك الطاولة بالكامل. لو أصابت شخصا ما لكانت كارثة حقيقية. اتسعت عيناها بقلق وسألتني كيف يمكننا حل ذلك. أربكتها بكلمة بسيط. اقتربت أكثر نحو أذنها وهمست نحتاج لتعميق رابطتنا، نواصل التدريب، نحسن توافقنا. سألتني بتوتر إن كنت أريد فعل ذلك مجددا. كنت أطرحها أرضا بالفعل. سقط سيف زهرة الشفقة على الأرض بصوت رنين معدني بعد أن انزلق من قبضتها التي بدأت تضعف. لينو أيها الوغد، ليس مجددا. ابتلعت بقية احتجاجها في صمت، وهذه المرة كانت مقاومتها أضعف وأكثر نعومة بشكل ملحوظ. ففي النهاية هذا كله من أجل التدريب.
من أجل العائلة ومن أجل أن تصبح محاربة أسطورية. على الأقل هذا هو العذر الذي كانت تقنع به نفسها.